جامده قوي جامده قوي. انت ازاي تفتح عليا الكاميرا وانا بعمل اكل كده؟ مش عيب تخش المطبخ على الناس كده؟ ايه رايك؟ عاملين شويه ايه؟ اكل جميل اكل جميل. استنى بس ايه، نحط التوبينج بتاعنا. شايف البيستاشيو يا باشا؟ شايف البيستاشيو؟ شايف الجمال؟ شايف الجمال والحلاوه؟ ده بجد هنعمل كيكه. ما احنا داخلين الحصه دي هنشرح كربوهيدرات وليبيد وبروتين ونيوكليك اسيد. انت فاكر ايه يعني؟ يعني هدخلك هنعمل وجبه دلوقتي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلاب اولى ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وحال. معكم دكتور احمد حسين، والنهارده موعدنا مع لكتشر 2. هنتكلم بقى عن الكربوهيدرات والليبيد والبروتين والنيوكليك اسيد. كربوهيدرات يعني سكر، بروتين اللي هو اللحمه بقى والفراخ، ليبيدز دهون، ده بقى دهون جوه جلدك، زيوت، شمع، والنيوكليك اسيد اللي هو الدي ان اي والار ان اي بدون دخول في تفاصيل. سهل خالص خالص، بسيط خالص. احنا هنبدا الحصه بتاعتنا بالكربوهيدرات المهمه جدا، وبعد كده ننزل بالتدريج للاقل اهميه. فانت ركز بقى معايا. اتمنى تكون المحاضره اللي فاتت نالت اعجابك، ولو ما شفتهاش طبعا روح شوفها. يعني انت جيت هنا من غير ما تشوف الاولانيه، ده ينفع؟ يعني ده ينفع؟ عيب يا ابني عيب. هتعرف بقى ازاي فوتوسينثيز والقصه دي. يلا ويحلو الكلام بالحلويات، وهنبدا بالحلويات بتاعتنا، النشويات، الكربوهيدرات والكالوريز. انا افهمك بقى النهارده الكالوريز دي بتتحسب ازاي. اقول لك يعني ايه الاكله دي فيها 300 كالوري. بص بقى معايا، المفروض ان احنا عرفناها الترم اللي فات، بس ايه يعني التكرار بيعلم شطار. هناخد النهارده حاجه اسمها كربوهيدرات اللي هي النشويات. قبل بس ما اقول لك الجمله دي لازم تبقى عارف انترودكشن بتاعتنا، ان احنا عندنا حاجه اسمها بيولوجيكال. يعني ايه بيولوجيكال؟ بيولوجي. ماكرو يعني ايه ماكرو؟ كبير، موليكيولز كبيره، موليكيولز هي بيولوجيكال ماكرو موليكيولز. طب البيولوجيكال ماكرو موليكيولز دي اسمها ايه؟ اسمها بوليمرز. بوليمرز دي يعني موليكيولز كبيره. يعني ايه موليكيولز كبيره؟ يعني موليكيول وموليكيول 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 ماسكين في بعض. كل موليكيول كل واحد بيتكون من حاجه واحده بس. بولي يعني كتير، كلمه بولي يعني كتير، وكلمه مير يعني حاجه. فانا عايز اكون الحاجات الكتير دي من حاجه واحده بس. اسمها ايه الحاجه الواحده دي؟ مونو يعني واحد، حاجه يعني مير. فاحنا عندنا حاجه اسمها مونومر، كوره واحده اهي، موليكيول واحد اهو. فلما تجيب لي موليكيول وموليكيول 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 وموليكيول، مونومر ومونومر 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 ومونومر، يديني حاجه في الاخر اسمها ايه؟ اسمها بوليمر. البوليمر دي هي البيولوجيكال ماكرو موليكيولز، اللي هم مين بقى؟ سابلين. مين سابلين؟ عندنا كارب، كربوهيدرات، بروتين، لحمه، جيماوي وحركات، ليبيدز واتمنى تكون دهون صحيه. وايه تاني؟ عندك النيوكليك اسيد اللي هو بقى ايه؟ بيعمل لنا الدي ان اي بتاعنا. نيوكليك اسيد يعني حمض نووي، اللي هو ملوش حته تانيه عايزك تعرفها غير الدي ان اي بتاع جسمك، والار ان اي هنعرفه النهارده ان شاء الله. فانت عندك دي ان اي وعندك ار ان اي. فانت خلاص كده عرفت الانترودكشن، ان احنا ناخد حاجه اسمها بوليمرز. بولي يعني كتير، ومر يعني حاجه، يعني حاجات كتير ماسكه في بعض. فاكر لما خدنا حاجه اسمها ميتابوليزم؟ يعني ايه ميتابوليزم؟ ميتابوليزم ده يعني الكيميكال رياكشنز اللي بتحصل جوه جسمك. وكده خدنا حاجتين، كاتا يكسر انا يبني، انا يبني كاتا يكسر. بيكسر ايه بقى؟ بياخد الموليكيول ده ويبدا يكسره ويطلع منه انرجي، صح؟ عشان نعرف نتحرك. ولو انت فاكر كانت بتعمل او بنحرقها بحاجه اسمها سيلولر ريسبيريشن. هنشرح النهارده بقى يعني ايه سيلولر ريسبيريشن. بعد كده عندنا حاجه اسمها انا يبني، انابوليزم. طب بيبني ازاي؟ مين الحربايه اللي بتوقع بين الناس؟ الووتر. فانا هجيب موليكيول وهجيب موليكيول وهروح شايل منهم الحربايه، اروح شايل منهم ووتر، يرجعوا اصحاب وحبايب تاني فيعملوا بوند جديد، واروح شايل واحده كمان يعملوا بوند جديد، واحده كمان بوند جديد. فالمونومر ده بقى في الاخر اسمه ايه؟ بوليمر. فالصغنون ده بقى حاجه كبيره في الاخر. حلو. يبقى انا عشان ابني لازم اعمل ديهايدريشن، يعني اشيل ووتر. وانا عشان اكسر لازم احط ووتر، احط الحربايه، يعني اعمل حاجه اسمها ايه؟ هيدرولايسيس. فانا كده عندي حاجتين، ديهايدريشن هيدروليسيس، انابوليزم وكاتابوليزم. شفت القصه دي؟ ده هنحتاجها، وكل ده هفضل اقوله لك واحنا ماشيين. فلازم تبقى عارف الكلام ده كله. في جواميس بحر عملت سكيب للحته دي اول ما قلت انتروداكشن. جواميس بحر، هم جواميس بحر بجد. ارجع بقى تاني لو انت وصلت هنا. بص بقى، نبدا الكلام بتاعنا بحاجه اسمها كربوهيدرات. يعني ايه كربوهيدرات؟ نشويات. طب النشويات دي عباره عن ايه بقى؟ دي مونيمر ولا بوليمر؟ يقول لك والله لو انت خدت الكبير قوي منه اسمه بوليمر، والصغنون اسمه مونيمر. ده احنا هنقسمهم ازاي؟ قال لك احنا هنقسمهم تقسيمتين. حاجه اسمها سمبل، طبعا الكربوهيدرات دول سكر فنقول عليهم ايه؟ سمبل شوجر وليس سمبل موليكيول. انا قلت سمبل شوجر، سكر بسيط. طب النوع الثاني هنسميه ايه؟ كومبلكس شوجر، سكر معقد. يعني ايه معقد؟ يعني هو البوليمر بقى، كومبلكس موليكيول او كومبلكس شوجر. كومبلكس شوجر.
فانا عندي كومبلكس شوجر وعندي ايه؟ سامبل شوجر. السامبل شوجر بتاعنا بنقسمه نصين، شفت حزلقوم؟ قسمتها نصين، النص الاولاني بقى بتاع النص الاولاني اسمه ايه بقى؟ اسمه مونو. مونو يعني واحد شاطر، مونو سكر، سكر واحد، فبنسميه ايه بقى؟ سكرايد. يعني ايه كلمه سكرايد؟ يعني سكر. يعني انا هكتب هنا سكرايد وهكتب هنا برضو سكرايد. استنى نعملها كوبي بقى، تكنولوجيا. تعال كلون، كلون بقى، كلون ما تبقاش قله ادب اهي. سكرايد تانية اهي، بعد كده كلون تاني، يلا سكرايد تانية اهي. وادي السهم اهو، لا السهم. فانت عندك ايه؟ مونو سكرايد، داي سكرايد، وفي الاخر حاجه اسمها بولي سكرايد. تاني عندك هنا حاجه اسمها ايه؟ مونو سكرايد، عندك هنا حاجه اسمها ايه؟ داي سكرايد، وعندك هنا حاجه اسمها ايه؟ بولي سكرايد. نيجي بقى نبص على المونوسكرايدز. ايه المونوسكرايدز دي؟ يعني موليكيول بس من السكر. طب وهنا اتنين ماسكين مع بعض اسمه داي سكرايد. طب وهنا واحد مع التاني مع التالت مع الرابع مع الخامس مع السادس مع السابع مع الثامن، دول كلهم اسمهم ايه؟ اسمهم سكر. اهم حاجه يكونوا سكر، اهم حاجه يكونوا ده موجود هنا مرتين وموجود هنا وهنا وهنا وهنا. طب انا افترضت بقى، خدت بالك هو لونه بينك شويه، لو جبت واحد لونه اسود ده مثلا بروتين، ده واحد تاني كده، ده حاجه تانيه كده. لو جيت امسك الاثنين دول او الثلاثه دول مع ده، هل ده كده بولي سكرايد؟ لا، لان في دخيل، في امبوستر هنا، في حد دخيل هنا، لازم يكون من سكر. يعني عارف انت المجموعه، فاكر البوبيوليشن لما قلنا ايه؟ لازم نفس الاورجانيزم متكرر كذا مره، هنا لازم نفس السكر يكون متكرر كذا مره، يعني لازم يكون سكر في الاخر، ما ينفعش يكون حاجه تانيه غير السكر. طب عايزين بقى نفهم هو السكر ده بيتكون من ايه؟ قال لك المونوسكرايدز اللي هو السكريات الاحاديه دي، اللي هو ايه؟ سكر بس موليكيول واحد. هنا داي عشان هما اتنين ماسكين مع بعض. هنا بولي يعني كتير. يعني ايه بولي؟ كتير. يعني ايه بولي؟ كتير، كذا واحده ماسكه في بعض. قال لك مين المونوسكرايدز دول؟ قال لك اي موليكيول بيبدا بحرف السي وفي النص فيه اتش وفي الاخر فيه او، والريشيو ما بينهم 1 to 2 to 1. يعني مثلا C3 H6 O3 ينفع؟ يجوز. طب C4 H8 O4 يجوز. طب استنى، C5 H10 O5 يجوز. طب اللي احنا عارفينه بقى C6 H12 O6 يجوز. وكل ده موليكيول واحد، كل ده واحد بس. فانت عندك اي حاجه الريش ما بينهم ايه بقى؟ الكربون، خلي بالك يا ابني، بس يا ابني عيب يا ابني، تربى. الكربون والهيدروجين والاكسجين الريش ما بينهم كان 1 to 2 to 1. 1 to 2 to 1. عارف بنكتبها ازاي؟ 1 2 2 2 1. مش كده بقول لك 1 to 2 to 1. دي الريشيوز. جميل. وبعد كده عندي حاجه ثانيه اسمها ايه؟ دايسكرايدز. طب الدايسكرايدز عباره عن ايه؟ بناخد هذا الموليكيول ونمسكهم مع بعض، بناخد اي حد من دول ونمسك اتنين مع بعض. طب البولي كتير مع بعض. طب احنا عايزين نعرف الاكزامبلز، تعالى كده نبص على الاكزامبلز. اعرف بس المونو وبعد كده نبص على الباقي خالص، يعني براحتنا بقى في الباقي. عندك المونوسكرايدز. المونوسكرايدز زي مين؟ يعني سكر احادي هو موليكيول جي اف جي ار. المونوسكرايدز دول ايه؟ جي اف جي ار. جي اف جي ار تاني كده، جي اف جي ار، جي اف جي ار، جي اف جي ار، جي اف جي ار. مين الجي اف جي ار؟ جي جلوكوز اللي احنا عارفينه اللي بيطلع من الفوتوسينثيسيس بروسيس. اف سكر تاني كده اسمه فركتوز، بتلاقيه في اغلب الفواكه. جي اف جي ار. الجي الثانيه جالاكتوز، سكر تاني كده اسمه جالاكتوز. ار سكر اسمه الرايبوز. فانا كده عندي جي اف جي ار، جلوكوز فركتوز جالاكتوز رايبوز. جالاكتوز جي اف جي ار، جي اف جي ار، جلوكوز فركتوز جالاكتوز رايبوز. دول كلهم مونوسكرايد. فانا اروح ماسك جلوكوز ممسكه مع فركتوز، ده اسمه ايه؟ داي سكرايد. طب استنى، همسك جلوكوز امسكه مع جالاكتوز، ده كده اسمه ايه؟ داي سكرايد. بص بقى معايا، ده فيه 6 كربونات، ده فيه 6 كربونات، ده فيه 6 كربونات، ده فيه 5 كربونات. according to the ratio احنا عندنا C1H2O1. لو انا عندي حاجه فيها 6 كربونات يبقى 6C H12O6. طب هنا 6C، لا انا عندي 5 كربونات C5 يا ابني، بس بقى C5H10O5. فانا عندي ده 6 كربونات جلوكوز وفركتوز وجلاكتوز. ايه ده؟ طب ازاي نفرق بينهم؟ ازاي كده مش هتعرف تفرق. يعني مثلا انا طولي 180 وانت طولك 180، حلو،
انت مولود في كذا وانا مولود في كذا، مش هقول لك كام طبعا، انت مولود في كذا وانا مولود في كذا، البلد بتاعتي كذا، نفس زي بعض، بلاش ولا اتنين توأم يعني، اتنين توأم، اتنين توأم دول بيبقوا زي بعض بالظبط، في شويه اختلافات صح بسيطه، هو نفس القصه، هما الاثنين زي بعض بالظبط، في اختلافات بسيطه، يعني بدل ما الكربون كانت تبقى يمين بتبقى شمال. ايه ده يعني ايه؟ احنا كل موليكيول بيتكتب وبيترسم، الرسمه دي هتاخدها ان شاء الله في الكيمستري السنه الجايه. فانت الرسمه لما تيجي تاخدها الرسمه بتاعتها بتختلف، فلما الرسمه بتختلف بيكون شكل تاني. فهم 6 كربونات دول كلهم نفس الشكل ده، نفس الرقم ده او السمبل ده، نفس الاستراكشر ده. لما نيجي نبص على الريبوز بقى، ده اسمه الريبوز، اسمه ايه تاني؟ ريبوز، سكر الريبوز، وهنحتاجه في اخر الحصه، ركز بيه قوي دي، ركز فيه قوي. ده مونو ولا داي؟ مونو. ليه مونو؟ عشان ما امسكش مع حاجه ثانيه. فانا عندي المونوسكرايدز، مين هم المونوسكرايدز؟ جي اف جي ار، جي اف جي ار، جلوكوز فركتوز جلاكتوز ريبوز. طب تعال نبص بقى على الداي سكرايدز. مين الداي سكرايدز؟ سليم داي ساكرايدز، يعني 2 سكر ماسكين في بعض، النيموريك بتاعتهم ايه؟ سليم، سليم رفيع. اس سكر كده اسمه سكروز، اس سكروز. ال لاكتوز، سكر اللاكتوز تسمع عنه؟ ام مالتوز، مالتوز ده بتاع الشعير، عشان الشعير اصلا اسمه مالت، فانت عندك حاجه اسمها مالتوز. بص يا صديقي، بعد اللي هنقعد نشرح كتير كده، هو ده هايلايتر؟ مش عارف اصلا، ممكن يكون ماشي هايلايتر بس قشطه. شايف ده؟ هو انا مش اخترنا الاسود؟ ماشي. شايف ده؟ يا ابني ما اختار ماشي، طب نجرب ده. ده الجوكر بتاعنا، هو عشان لون اصلا اصفر، لون سيء بس بيهايلايت جامد يعني. شايف ده؟ ده الجوكر بتاعنا، هتلاقيه في المون وفي الداي وفي البولي، تلاقيه في كل حته، حتى في النبات، في كل مكان هتلاقيه، في الدي ان ايه هنلاقيه، موجود في كل حته. شايف ده؟ موجود في كل حته. شايف ده؟ ايه الجوكر بتاعنا؟ ده الجوكر. يعني ايه جوكر؟ بيلعب دور في اي حته، تلاقيه هنا وهنا 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 وهنا، بيشتغل ده ويشتغل ده ويشتغل ده، بيعمل كل حاجه. فده طالما هو الجوكر، فانا كده مع السكروز هلاقي ايه؟ هلاقي الجوكر. هو ده البن؟ هو ده؟ لا مش هو ده، استنى نرجع لاصلنا، تعالى. ده برضو مش ده. بيولوجينو، يلا. عندك الاس ده سكروز، ده قلنا داي سكرايد يعني حاجتين، جلوكوز وحاجه. طب اللاكتوز ده جلوكوز وحاجه، والمالتوز ده جلوكوز وحاجه. ايه ده؟ جلوكوز جوكر، موجود في كل حته. نمسك اول واحد بقى، او بلاش ده، نمسك اللي تحت ده، مالتوز. ايه المالتوز ده؟ 2 اخوات مسكوا واحد وقلعوه مالت، اخوات يعني جلوكوز والجلوكوز كمان، يعني 2 جلوكوز يديك سكر اسمه مالتوز، 2 جلوكوز يديك سكر اسمه ايه؟ مالتوز. طب الجلاكتوز، بص ده اسمه جلوكوز، وده كان اسمه جالاكتوز، يعني زي اللاكتوز يبقى نجيب جلوكوز وجالاكتوز. ناقص واحد، طبعا هتقول لي ناقص الريبوز، لا ده 5، انا ماسك الستات مع بعض، ما ينفعش، ده كده دخيل، يعني الستات يخش حمام الستات والدخلاء يخش حمام الدخلاء، دول مع نفسهم بقى، فالخمسه ده اركنوا على جنب، فعندك الستات دول مع بعض، الستات دول مع بعض، ماشي، دول سوا. ناقص واحد، مين الواحد؟ الفركتوز بتاع الفاكهه، بتاع الفاكهه المسكر الجميل، اللي هو السكروز الجميل، فانت عندك الفركتوز بتاع الفاكهه المسكره الجميله، يبقى السكروز جميل. فانت عندك بقى 2 اخوات مسكوا واحد وقلعوه مالت، يبقى جلوكوز وجلوكوز مالتوز، جلوكوز وجالاكتوز لاكتوز، جلوكوز وفركتوز، يبقى كده سكروز. مين السكروز؟ جلوكوز وفركتوز، الله ينور، شاطر. مين المالتوز؟ جلوكوز وجلوكوز، برافو شاطره. مين اللاكتوز؟ جلوكوز وجلاكتوز، الله ينور عليك، يا نهار ابيض يا جدعان، ده احنا بيولوجينو بتاعنا زي الفل. تعالى نديك اكزامبلز بقى. بص ماشي، نجيب اللون ايه؟ الازرق، كان المفروض ده يبقى لون ازرق ثابت كده، صغر الفونت شويه، نديك شويه اكزامبلز عشان الحاجات دي محتاجينها قوي. السكروز ده اللي هو السكر بتاع الاكل اللي احنا بناخده، فنقول عليه ايه بقى؟ بنقول عليه التيبل، يعني اللي هو الترابيزه اللي انت بتقعد في المطبخ، يعني التيبل شوجر، ده السكر اللي موجود في المطبخ اسمه سكروز، جلوكوز وفركتوز. او عشان برضو ابقى دقيق معاك، احنا بنجيب السكر منين؟ ايوه الله ينور عليك، من قصب السكر، الكين. طب اللاكتوز بنجيبه منين؟ من اللبن، فده سكر اللبن، فده سكر الملك. طيب نيجي نبص للمالتوز، ده سكر الشعير. هو الشعير فيه سكر؟ ايوه يا صديقي، اي نبات فيه سكر طبعا، مش بيعمل عمليه الفوتوسينثيسيس، فاكيد فيه سكر، سواء بقى كانت نشا او حاجات ثانيه، فاكيد فيه مالتوز، حتى لو طعمه مش مسكر. على فكره دول طعمهم مسكر، اللي هو المونوسكرايد والدايسكرايد طعمهم مسكر،
البولي لا طعمه مش مسكر اصلا. ده اصلا كنت بقول لك على المونوسكرايد والدايسكرايد ايه؟ بيبي مسكر خفيف بيعوم. بيبي يعني هو صغير سيمبل بسيط، مسكر عشان هو طعمه مسكر، خفيف وزنه خفيف، بيعوم يعني بيدوب في الميه. انما التاني ما كانش مسكر ولا بيدوب ولا اي حاجه من الحاجات دي. طب هنا بقى عايزين اكزامبلز لدول. الجلوكوز ده بتلاقيه فين؟ بتلاقيه في العنب كتير قوي، يقول لك عليه جريب شوجر. والفراكتوز بتلاقيه في الفروت. فراكت ايه فراكت دي؟ فراكت دي فروت. ده بتلاقيه في الدي ان ايه والار ان ايه، دي ان ايه والار ان ايه. بس عشان ابقى دقيق معاك هو اسمه الرايبوز يبقى ار ان ايه، عشان بس ابقى دقيق معاك عشان ما نكتبش معلومات ايه هو بيقول لك صلحها بعدين. ار ان ايه. بعد كده عندك الجلاكتوز مع اللبن بقى، مع الملك. هو الجلاكتوز ده مع الملك بقى، ما هو اللاكتوز عباره عن جلوكوز وجلاكتوز. خلاص فانت عرفت بقى مالتوز اتنين اخوات مسكوا واحد قلعوه مالت، لاكتوز جلوكوز والجلاكتوز. سكروز المسكر جلوكوز وفركتوز. نيجي بقى هنا جي اف جي ار، جي جلوكوز، اف فركتوز، جي جلاكتوز، اخر واحده الار رايبوز. ماشي؟ في حاجه صعبه في الكلام ده كله؟ تعرف تقول لي فيهم مين ابسط؟ يعني مين السمبلست اكتر؟ طبعا ده السمبلست اكتر، ده سمبل قوي. فقال لك ده السمبلست فورم اللي هو المونوساكرايدز، ده ابسط حاجه فنقول عليه السمبلست فورم. ينفع نقول حاجه كمان؟ ايوه ينفع نقول حاجه كمان، اللي هي ايه بقى الحاجه الثانيه؟ ان هو ده الدايركت سورس مصدر اوف انرجي. دايركت سورس اوف انرجي. لما بيخش جسمك الجلوكوز ده، الجلوكوز مش هيتهضم لان هو اصلا جلوكوز بسيط خالص. احنا بنهضم. بص عارف الهضم ده الهضم بيحصل ليه؟ بنحول الحاجات الكبيره لحاجات ايه؟ مونومر. بنحول البوليمر لمونومر، بنحول الداي الى مونو. تخيل معايا كده، انا خدت واحده ايه؟ واحده جلوكوزايه كده، هي واحده دخلتها الدم وسحبتها، ينفع اكسرها تاني؟ لا. طب هدخلها تاني؟ ما ينفعش تتكسر تاني، وافضل ماشي في الدم خليه معايا سكر، فنلاقي خليه ونرميها للخليه، فالخليه تاخد السكر ده وتبدا تقطع فيه جوه السيل. دي بنسميه سيل ريسبيريشن. بناخد بقى الانرجي اللي جوه الجلوكوز. طب احنا جبنا الانرجي اللي جوه الجلوكوز منين؟ من النبته المرتاحه للسفر والسياحه، فاكر؟ تعالى كده نفتكر. اطلاق دلوقتي احنا عندنا حاجه اسمها عندنا حاجه اسمها ايه؟ ماشي، فوتوسينثيسيس. فاكر العمليه البناء الضوئي؟ ايوه طبعا دي خلاص احنا نعمل دكتوراه فيه. عندنا الكربون دايوكسيد النبات بياخده وبياخد معاه ووتر ومعاه مصنع وبيطلع ايه في الاخر؟ C6H12O6. عارف هو عمل ايه النبات؟ اخد ضوء الشمس واخد كل الطاقه دي وخزنها جوه البونز اللي جوه. اصلا الجلوكوز ده شكله عامل ازاي؟ عارف الاكسجون؟ المنظر ده. دي نقول عليها مثلا C1، دي C2، دي C3، C4، C5، وهنا في اكسجين وهنا C6. مالكش دعوه بالشكل بتاعه، مش ازمه، مش عايزين نعرف الشكل بتاعه، بس هو ايه؟ الكلام ده كله مش مهم. هو عامل زي ايه؟ الهكسجون. ده المنظر بتاعه. فتلاقي برضو بيعمل بوند ثانيه هنا، بيجيب بوند ثانيه ويمسك مع واحد تاني. ده الجلوكوز اللي بيتصنع. لو عايز اخزنه اكيد مش هخزنه كده، لازم اربطه مع بعض بكذا واحده ثانيه جديده. ماشي؟ الواحد لوحده اسمه مونومر، لو كذا واحد هنسميه بوليمر. ده السمبلست فورم، وده دايركت سورس وليس ستور. سورس مصدر وليس ستور. دايركت سورس. اكيد انت مش هتاكل شمس، هتاكل سكر، فده الدايركت سورس. لو انا بقى عندي مين؟ تعال. لو انا عندي السكروز اللي هو جلوكوز وفركتوز، الجلوكوز والفركتوز ماسكين في بعض، انا عايز الجلوكوز بس، اعمل ايه؟ او عايز ده لوحده وده لوحده، لازم اكسره، اكل، اهضم، وادخل الجلوكوز لوحده في الدم والفركتوز لوحده في الدم. ده يفضل ماشي لحد ما يوصل للسيل، يخش جوه السيل ويترمي جوه السيل. بعد ما يترمي جوه السيل يحصل له حرق، سيل ريسبيريشن، يطلع لي انرجي. ماشي؟ فانا كده عندي ايه؟ المونوساكرايدز والدايساكرايد. تعالوا نخش على البوليساكرايدز. فانت عندك حاجه اسمها البوليساكرايد. يعني ايه بوليساكرايد؟ يعني سكر كتير، جلوكوز ماسك. على فكره قلت لك مين الجوكر بتاعنا؟ الجلوكوز. عارف ده معنى ايه البوليساكرايد ده؟ جلوكوز ماسكه مع جلوكوز، ماسكه مع جلوكوز. كام جلوكوزايه ماسكين في بعض؟ كتير قوي، كتير، كذا واحده ماسكين مع بعض، وكل بوند بسحب حربايه، بسحب ووتر،
بسحب ووتر بسحب ووتر بسحب ووتر بسحب ووتر. طب انا عندي كام بوليساكرايد؟ تعال نقول عندك حاجه اسمها سيليلوز. طب السيليلوز ده بنستعمله في ايه؟ هو السيليلوز ده عباره عن ايه؟ جلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز. طب عندك حاجه ثانيه اسمها ستارش بنستعمله في ايه؟ هنقول بس اصبر بس. هو عباره عن ايه؟ جلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز. طب عندنا حاجه اسمها جلايكوجين عباره عن ايه؟ جلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز. يعني الجلوكوز ده ايه؟ جوكر. ايه ده؟ طب ايه الفرق؟ على حسب العدد. يعني مثلا هنا 27 28 29 على حسب العدد. شكلهم عامل ازاي؟ مترتبين انهي ترتيب؟ يعني مترتبين كده خط مستقيم ولا مترتبين كده ولا مترتبين كده؟ يعني على حسب شكلهم مترتبين ازاي. فدي حاجه مش علينا يعني، بس تبقى عارف ان هو ايه؟ سيلولوز ستارش وجلايكوجين. ما الفرق بقى او ايه الاستخدامات بتاعتهم؟ قال لك السيلولوز الله ينور عليك. وعلى فكره عندنا حاجه ثانيه اسمها كايتين. يلا زود بقى عندك. فاكر الكايتين؟ اصبر 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 نرجع له. فاكر السيلولوز كان بيخش في تصنيع حاجه الله ينور عليك السيل وول بتاع البلانت. فكان بيعمل حاجه اسمها سبورت للبلانت سيل. سبورت للبلانت سيل. شاطر شاطر بيولوجينا قد الدنيا. عندك الستارش بقى. الستارش ده بنلاقيه فين؟ النبات لما بيعمل سكر، بيعمل جلوكوز، بيعمل فوتوسينثيسيس، لقى جلوكوز. يا عم اقول لك على حاجه، والله اقول لك على حاجه. دلوقتي واحد عنده 17 سنه بدا يشتغل فريلانس. يا عم هو كان مصروفه يا عم 200 جنيه، فهو بدا يتعلم شويه مونتاج كده وبقى يشتغل فريلانس. فرحت مكلمه تعالى نعمل لي ايه منتج لي الحصه دي مثلا يعني. فرحت مديله 1000 جنيه. هو كان بياخد 200 جنيه فمنتج الحصه اللي بعدها رحت مديله 1000 جنيه ثاني. منتج الحصه اللي بعدها رحت مديله 1000 جنيه ثالثه، 1000 جنيه رابعه، 5 6 7 8 9 10 بقى مع 10000 جنيه مره واحده. وهو مصروفه كان 200 جنيه. 1000 جنيه 10000 عامل بيهم ايه؟ فضل مخضوض كده مش عارف يعمل بيهم ايه. هو عمال يحوش بس مش عارف يعمل بيهم ايه. فراح مجمدهم كلهم في دهب. راح مجمدهم كلهم في دهب. فنفس القصه انا معايا جلوكوز طاقه وطاقه وطاقه وطاقه. النبات اخزنهم فين؟ اخزنهم فين؟ اخزنهم فين؟ فراح مخزنهم في مين؟ في الستارش. فيخزنهم في الستارش ازاي يعني؟ قال لك انا هجيب الجلوكوز مع الجلوكوز مع الجلوكوز مع الجلوكوز وهصنع حاجه اسمها ستارش. بيتخزن فين في الستارش؟ في البلانت تيشو. ايه البلانت تيشوز المهمه جدا؟ هو اصلا الجلوكوز بيتصنع فين؟ في الليفز. فهو يتخزن في الليفز. وتاني حاجه اسمها تيوبرز، درنات كده. عارف انت البطاطس لما بتحطها في التربه تلاقي بقى في حاجات بتطلع منها كده اسمها درنه كده بتطلع يعني. فهو بيبقى عايز سكر كتير، عايز ستارش كتير عشان يبدا ياكل منه، عشان ده اكل. واحنا لما بناكل رزايه على فكره الرز مليان ايه؟ مليان ستارش. فانت بتاكل النشا دي. عارف جسمك بيعمل ايه في النشا؟ بيقعد يكسرها، يهضمها يهضمها، يا دوب يعرف يهضم يا دوب يعرف يهضم. فعمال يهضمها يهضمها. فلما هضمها خالص قعد يكسر فيها خالص، ايه اللي هتستنتجه في الاخر؟ شويه سكر. ما هو الستارش عباره عن جلوكوز. خدنا الجلوكوز اقعد بقى ارميه في الانسان، ارميه في الانسان، ارميه في الانسان، ارميه في الانسان. فالانسان يعمل ايه؟ انا دلوقتي قاعد بشرح وكلت معلقه رز هتخش جوه جسمي تتقطع. بعد ما تتقطع هنطلع بايه في الاخر؟ نطلع بجلوكوزات كتير هتخش جوه الخليه تدينا طاقه كتير. خلصت شرح وقعدت استنى راح اقعد استنى. انا قاعد هناك بقى دلوقتي اكلت سكر. سامعني طبعا بس مش شايف حاجه. اكلت سكر دلوقتي ها وبعدين هفضل قاعد كده جسمي مش عارف يستعمل الطاقه في ايه. طب يقول لك اودي الجلوكوز ده فين؟ اودي الجلوكوز ده فين؟ فيفضل بقى جسم الانسان صباح الخير يفضل بقى جسم الانسان يقول لك هخزنه زي النبات. فالانسان بيخزن ايه؟ جلايكوجين. فتلاقي بقى الجلايكوجين ده بيتخزن في جوه الحيوانات والانسان في الانيمال تيشو. طب انهي حته في الانسان بيكون فيها جلايكوجين؟ اللحمه يبقى الماسلز، ومين تاني؟ والكبده اللي هو الليفر. فانت عندك الماسلز والايه؟ والليفر. يعني بالبلدي لو عايزين نقول جمله حلوه كده. طب ايه ينفع ناخد البتاع دي يا ابني اهو حته بس. ايوه تنتوفه كده تنتوفه. الستارش ده الستورد نقول عليه كده الستورد شوجر سكر المتخزن ان بلانت. طب الجلايكوجين ده الستورد شوجر بس ايه؟ ان انيمال. ده في الانيمال والتاني اللي فوق ده في الايه؟ في البلانت. طب عمو كايتين ياه ايام الجمبري الجميل تقعد على البحر كده تفصفص جمبري تفصفص جمبري فتلاقي فيه قشره من بره الاكزوسكيلتون بتاعه معمول من كايتين. فاكر كان عيله كده اسمها ايه؟
كراستيشنز كان عندهم اكزوسكيلتون معمول من كايتين مش كيوتين. كايتين وليس كيوتين، ده انت اللي كيوت، لا ده اسمه كايتين، سي اتش، كايتين مش كيوتين. قاعد على البحر كده وتسمع الست والشاي الشاي الشاي، وتمسك جمبري كده وعمال تفصفص وتلاقي كايتين. بص عايزك تتامل بقى، تاخد بقى حته القشره دي وبص، الله كايتين شرح لي من بيولوجينه انها ايه؟ جلوكوزات كتير ماسكين في بعض، يعني بولي ساكرايدز. فانت عندك ده اسمه اكزوسكيلتون، قشريات كراستيشنز. لقينا فين تاني الكايتين ده؟ بص بقى الحته دي مش موجوده في الكتاب، بس ايه معلومه كده من الترم اللي فات وهتيجي عادي. الفنجاي ده معمول، عارف السيل وول بتاعه؟ السيل وول، الحيطه بتاعت السيل، فنجاي كان عنده سيل وول من كايتين. سيلولوز، كايتين بيبتايدو جلايكان. سيلولوز بتاع النبات، كايتين بتاع الفنجاي، بيبتايدو جلايكان بتاع البكتيريا. فقالك الانسان بقى، خلاص نرجع بقى الاول تاني، نرجع بقى الاول خالص. الانسان بيخزن جلايكوجين. السيلولوز موجود في النباتات، الستارش موجود في النبات بس كستورد، هنا كسبورت كدعامه. في الانيمال بيخزنوا فين؟ في الليفر والمصل، وهنحتاج دي بقى قوي في ثالثه ثانوي. المصل انانيه والليفر كريم. يعني ايه؟ دلوقتي انا خزنت ذهب مع الحاجه عذاب، وانا خزنت ذهب في البنك. فانا دلوقتي مزنوق في فلوس، رحت تقول للحاج عايز الذهب اللي انا محوشه معاك، تقول لك لا خلاص، ولا دخل هنا ما يرجعش تاني، احوشهم لك حبيبي، احوشهم لك. ما تعرفش تاخد منه حاجه ليه؟ مصل، لا مؤاخذه يعني، مصل انانيه، ما تديش لحد، تصرف هنا في البيت على، لكن تاخدها انت تصرف. يوم ما عايز افتح مشروع اجيب كاميرا واصور لا يا اخويا هتضيعها، مفيش ثقه خالص، تلاقي الدنيا هناك. تروح انت بقى هنا رايح البنك تاخد الفلوس انت محوشها هناك، البنك يقول لك ايه يا عم، خد يا عم اللي انت عايزه. فالجلايكوجين اللي في الليفر كريم، هيديك اللي انت عايزه. قال لك الحاجه هيديك كارد، بس هيديك على قفاك في الاخر. ليه؟ هيضرب لك ده فوائد قد كده فتتدين قد كده. اعرف مصلحه الماسلز. على فكره الليفر يعني ايه كريم؟ يعني بيدي الجلايكوجين ده لما يتخزن تبقى انت جعان ومش عارف تاكل، قعدت طول اليوم صايم، فالجلايكوجين اللي متخزن في الليفر يقول لك يا عيني ده هفتان، اكسر له شويه جلايكوجين من اللي انا مخزنهم، هو اصلا كان مخزن حبه عشان لما ياكل، عشان هو كان مسافر، فيقعد بقى يروح هناك ويتكسر ويترمي في الدم. والجلوكوز ده انت ما اكلتوش، انت كنت مخزنه قبل كده، انت كنت اكلته من زمان وتخزن في الليفر، ليفر هنا في اليمين، تخزن في الليفر ويتكسر ويترمي في الدم. انما الماسلز انانيه، تقول لك والله ابدا انا ارمي جلوكوز في الدم، والله ابدا. افرض المجنون ابن المجنونه ده كان قاعد هناك وقام فجاه مره واحده، جيب له طاقه منين؟ انا اجيب له طاقه منين؟ مفيش حاجه، والله ما يحصل. فتلاقي الماسلز تقول لك انا انانيه مش هدي حد، والليفر كريم يدي الدم عادي. خلاص عرفنا البولي ساكرايد، فقال لك نستعمله في السبورت، وده برضو ايه؟ هنا برضو نكتب سبورت عادي. وواحده في الاستورج، وعرفنا كمان في ايه؟ في البلانت تيشو. تعالى في دقيقتين نسم اب كل ده عشان ما تتوهش مني. يلا عندك الكربوهيدرات، يلا لم معايا البورد بقى. بيتقسم حاجتين، سمبل وايه؟ وكومبلكس. نبدا بالسمبل، بيتقسم حاجتين، مونو ايه؟ مونو داي. المونو جي اف جي ار، وده قلنا عليه سامبلست. يعني ايه السامبلست؟ ابسط حاجه خالص. وده الدايركت، دايركت ايه؟ سورس وليس ستور. جي جلوكوز، اف فركتوز، ده عنب وده فاكهه، بقيه الفاكهه تاني. وجي جلاكتوز، ار ريبوز، ده 5 كربونات، ار الريبوز 5 كربونات، الباقي ستات مع بعض. نيجي نبص للداي، سليم. الاس سكروز، الام لاكتوز، الام الثانيه مالتوز. الاس سكروز ده اللي فيه جوكر، اللي هو جلوكوز مع فركتوز. ال جلوكوز مع جالاكتوز، جلوكوز مع جلوكوز ثانيه. اتنين اخوات مسكوا واحد ضربوه ولقوا ملط. بس طبعا ده لو دخل جسمك لازم يتكسر واحده بواحده عشان يعرف يخش الخليه، نعرف نطلع منه طاقه. بعد كده عندك مين؟ البولي الكتير، زي مين؟ عندك السيلولوز بيخش في تصنيع السيل وول، ستارش بيتخزن في النبات، اللي هو جلوكوز كتير في النبات اوديه فين فاخزنه. لا فاكر الانرجي ليفلز، فاكر الانرجي ترافيك، هو ده فيه طاقه كتير قوي في الستارش. وبعد كده عندك مين؟ الجلايكوجين اللي موجود في الليفر والماسل، ليفر كريم وماسل انانيه. وبعد كده عندك مين؟ الكايتين بتاع القشريات، يا اما في القشريات اللي هو القشر الاكزوسكيلتون، كانت حيوانات عندها كايتين عشان الجمبري ده حيوان بحري، انما الثاني اللي هو الفنجاي فطريات ليست حيوانات وعندها في السيل وول بتاعها، يعني كل خليه عندها كايتين. انما الجمبري مش كل خليه عنده كايتين، هو قشره بس من بره. لمينا الدنيا. تعالى بقى ناخد الجلوكوزايه دي
وناخدها رحله الجلوكوزيه للسليه. فكر تعالى نستفاد بيه بقى، مش هناكل وخلاص يعني. فانت دلوقتي جبنا الجلوكوز الجميل ده عباره عن ايه؟ عباره عن انرجي، جواه انرجي، الدايركت سورس اوف انرجي. الجلوكوز ده دخل جوه جسمك ودخل الدم بتاعك، وبعد ما دخل الدم اتنقل لحد فين؟ اتنقل لحد الخليه، اتنقل للسل ودخل جوه السل. ايه اللي بيحصل له جوه السل؟ السل بتبدا تكسر هذا الجلوكوز، لان الجلوكوز ده زي ما انت فاكر كان عباره عن هكساجون كده، بوند مع بوند مع بوند مع بوند مع بوند. كل سي اصلا بتمسك في ايه؟ بتمسك في اتش و او اتش، اتش و او اتش. حتى بالك كده هو سي ماسكه في 2 اتش، اتش 2 و او واحده او. فسي 6 اتش 12 او 6. المهم ده منظر الجلوكوز، فراح داخل البوند دي. انا عارف، تخيل معايا كده، بص كده، حد بيشد هنا ايه؟ بص حد بيشد القلم ده، فهو بيشد وانا بشد، هو بيشد وانا بشد، هو بيشد وانا بشد، هوب 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 هوب. فهنا في ايه؟ هنا في انرجي بتخزن جوانا انرجي. اول لما واحد فينا يسيب الانرجي هتطلع. اول ما واحد فينا يسيب الانرجي هتطلع. يعني البوند اللي هنا ده جلوكوز، ده كربون وده كربون، البوند دي في بينهم ايه؟ في جواها انرجي. فانا لما اكسر البوند دي، يعني هي مثلا 6 كربونات سي 6 اتش 12 او 6، لما بكسرها تدينا سي او 2 والسي او 2 والسي او 2، 6 سي او 2. هرجعه تاني عكس مين بقى؟ عكس الفوتوسينثيسيس. فبالتالي لما يتكسر هيرجع، يا ابني امسح يا ابني، هيرجع يديني مين في الاخر؟ يرجع يديني موليكيول سامبل خالص خالص خالص. فلما يخسر يتكسر فين؟ جوه السل. السل بقى هتعمل ايه؟ انا عندي خليه راحت معديه الجلوكوز، طبعا بمساعده انسولين بس مش قصتنا دلوقتي. الجلوكوز دخل جوه يحصل ايه؟ حبش كمان جوه كده، يتكسر 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 يتكسر، يعمل عمليه كده جوه اسمها سيلولر، اسمها سيلولر ريسبيريشن. يعني ايه سيلولر ريسبيريشن؟ يعني السيل هتبدا تحرق هذا الجلوكوز، سواء بقى هتحرقه بطريقه فيه اكسجين او من غير اكسجين. لو في اكسجين هنسمي الحرق ده ايروبيك، يعني هو استعمل الاكسجين، او من غير اكسجين هنسميه ان ايروبيك. ايروبيك وان ايروبيك. الايروبيك ده بيديك كميه كتيره من الانرجي، كميه كتيره قوي. طب والان ايروبيك كميه قليله من الانرجي، كميه قصيره جدا. ايه بقى اللي بيحصل؟ بص بقى يا صديقي، ركز معايا، ركز معايا جدا جدا جدا. هنبدا نشرح قوي. شايف البوند دي لما بتتكسر تروح مدياني ايه؟ مدياني انرجي. الانرجي اروح فين؟ اروح فين؟ اروح فين؟ اروح فين؟ انا هروح اطير كده. فيجي بقى موليكيول عبقري، موليكيول ايه؟ عبقري، اسمه اي دي بي. ده العبقري. عباره عن ايه الاي دي بي ده؟ ادينوسين، حاجه اسمها ادينوسين داي فوسفيت، يعني في 2 فوسفيت. يقول لك استنى، تعالي هنجيب فوسفيتايه كمان. ايه ده فوسفيتايه كمان؟ فوسفيت دي هي بي او 4 يعني. هجيب فوسفيتايه كمان، وتعالي يا انرجي استخبي ما بيننا ونعمل بوند هنا. فبقى عندي ادينوسين داي فوسفيت، 2 فوسفيت، ومسكته بفوسفيت بقى ادينوسين ادينوسين دي مالكش دعوه بيها، تراي فوسفيت. فانا كان عندي ادينوسين داي فوسفيت، موليكيول عبقري. قال لك هات لي الفوسفاتيه دي، تعالي نعمل بوند في انرجي هناك اهي، تعالي نستغلها، تعالي بس. فهي تيجي ودي تقرب، تيجي وتيجي، تقرب وتخزن الانرجي جواها، تديني حاجه اسمها ايه؟ اي تي بي. يعني اول ما شفت انرجي خزنتها في ايه؟ في الاي تي بي. فاقول على دي ايه؟ دايركت ستور اوف انرجي. ستور او دور ستور اوف انرجي، ستور اوف انرجي. دي ستور انما دي سورس، دي ستور ودي سورس. يبقى انا كده عندي مولكيول اسمه اي تي بي. بعدين اعمل ايه بالاي تي بي ده بقى؟ الاي تي بي ده مولكيول جواه طاقه زي ما انت عارف. المولكيول اللي جواه طاقه ده اول ما بكسره هيكسر للاصلي للعبقري الاي دي بي والفوسفيتايه، وهيتكسر الى انرجي. ايه القصه دي؟ طب انا ليه بعمل كده؟ قال لك والله بص، انا عندي جلوكوزايه، الجلوكوزايه دي جواها طاقات كتير قوي 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 قوي. اول ما اكسرها عشان استفاد بالطاقه دي، انا مش عارف هودي الانرجي فين. فالانرجي دي ال1 جلوكوز لما بكسره بالاكسجين ايروبيكلي بيديني انرجي كتير قوي. فبحتاج 38 من ده و38 من ده يلزقوا في بعض يدونا 38 اي تي بي. طب لو انا جبت بقى جلوكوز من غير اكسجين، جلوكوزايه واحده بس، ايه هنا؟ ان ايروبيك، تدينا كام؟ 2 بس. ده كده يقول لك ان حرق الاكسجين، حرق الجلوكوز ووجود الاكسجين مهم. مين الاورجانيل اللي خدناه السنه اللي فاتت كان مهم قوي في العمليه دي؟ الميتوكوندريا.
الميتوكوندريا دي هي اللي كانت بتعرف تصنع لي اي تي بي كتير. طب الميتوكوندريا دي تستعملها ايروبيك ولا ان ايروبيك بس؟ طالما قال لك كتير يبقى ايروبيك بس، ان ايروبيك ما تشتغلش. مش عايزين نخش تفاصيل قوي. طب الاي تي بي ده عباره عن ايه؟ موليكيول اسمه ايه؟ شيل الخط كده، اسمه كده اي تي بي، عباره عن ادينوسين. بص اسمه كده ادينوسين. المره دي عليك حفظ للاسف بقى. ادينوسين، بس سيبك من ادينوسين دي يعني ايه دلوقتي، هشرحها دلوقتي وهشرحها تاني قدام. تراي يعني 3 فوسفيت. يعني ايه فوسفيت؟ مش فوسفورس، بي او 4، مش فوسفيت، مش بي بس، بي او 4. ايه الادينوسين ده؟ فاكر السكر الخمس كربونات شاطر ريبوز؟ بنجيب واحده ريبوز. انا معايا كده بيت اهو، واحده ريبوز C1 C2 C3 C4 هوب C5، وطبعا هنا بيكون في اكسجين ومالكش دعوه ليه، كل ده ملوش لازمه. ده ريبوز، وهمسك الريبوز بحاجه اسمها ادينين. ايه الادينين ده؟ موليكيول هنحتاجه بعدين، موليكيول بس تبقى عارف ان في نيتروجين، في كده نيتروجين جوه. ده كده اسمه ادينوسين. بص بقى، بص العبقريه. مين العبقري اللي هجيبه دلوقتي؟ هوبا، طب هو كان اخضر صح؟ هوبا فوسفيت كده ادينوسين. بص ادينوسين مونو فوسفيت. طب هوبا فوسفيت يبقى ادينوسين داي فوسفيت. طب هوبا فوسفيت يبقى ادينوسين تراي فوسفيت. تاني يلا تعالى بس كده، خليه في حته لوحده كده عشان ايه نلعب معاه براحتنا. تعال، ده اسمه ايه المنظر ده؟ المركب ده كده على بعضه كده بالمنظر ده بس من غير اي فوسفيت، اسمه ايه؟ اسمه ادينوسين. يعني ايه ادينوسين؟ يعني جبت سكر اسمه رايبوز مع ادينين. لما جبت الرايبوز مع ادينين اداني ادينوسين. ماذا بعد؟ رحت مركب معاه هوب فوسفيت بي او 4، بقى اسمه ايه؟ ادينوسين. ايه؟ ادينوسين مونو فوسفيت. رحت مركب معاه، جبت انرجي وعملت بوند مع فوسفيت، هيدينا واحد كل على بعض كده اسمه ايه؟ ادينوسين داي فوسفيت، اي دي بي. ده العبقري، ده الموليكيول العبقري. هيروح باصص كده لقى شويه ايه؟ شويه انرجي سايحين هناك. الجلوكوز بعد ما اتكسر راح مديني انرجي عشان هو الدايركت سورس اوف انرجي، راح مديني انرجي قد كده. اروح فين؟ فالموليكيول العبقري بص هناك لقى فوسفيت، لا تعالي، قلت له ليه؟ تعالي. فتيجي فيجيب الطاقه اللي هناك دي هوب يخزن، فيعمل ايه بقى؟ بوند مهمه جدا، هغير اللون عشان مهمه جدا. فوسفيتايه اهي، ادي الفوسفيتايه اهي، وتعمل بوند هنا. البوند دي شايله طاقه قد كده وبتتكسر بسرعه. طاقه بص بقول لك عبقري. عمل ايه؟ عمل خزن الطاقه في البوند دي. بقى اسمه ايه بقى لما حط الثلاثه مع بعض؟ ادينوسين تراي فوسفيت اي تي بي. طب انا عايز ارجع اي دي بي، كسر لي البوند دي، ولو البوند دي راحت كسرت لي دي هوب الانرجي تطلع تاني. فانا دلوقتي جسمي عايز يخزن الطاقه دي، يخزنها في الاي تي بي، يفضل معايا اي تي بي كده. بص تخيل، استنى، شايف الماركر ده؟ ده ماركر، ده العبقري الاي دي بي، وده فوسفيت، وهنا شويه طاقه. رحت انا اعمل ايه بقى؟ جايب الاي دي بي ده وجايب الفوسفيت دي، وقعدت بقى شايف الطاقه كده هنا هوب 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 هوب. تعالي ليه؟ تعالي بس، وراح مخزن الطاقه. يبقى جوه هنا في انرجي، وده اسمه اي تي بي. كده الطاقه ما بقتش ماشيه في السد، عارف انت اكن في مشبك كده الطاقه جوه. دلوقتي انا لو واقف كده وبيولوجينو هناك وعايز احذف له القلم، رحت ماسك القلم كده هوب كده. انا عملت ايه؟ لما القلم راح هناك، فيلم هندي بقى، لما راح هناك القلم بقى جواه طاقه. استنى ارجع لك تاني. القلم بقى جواه ايه؟ بقى جواه طاقه. القلم ده وهو جواه طاقه كده، هو ساعتها ممكن هناك يفتح القلم وياخد الطاقه. يا عم مثال تاني، في البيت انت دلوقتي واقف تحت، كلمت لهم في البيت، طبعا انت جاي متاخر الساعه 2 الفجر، فهم انت طبعا في حل عبقري. ايه الحل العبقري؟ الو، عايزين حاجه وانا جاي؟ عايزين حاجه وانا جاي. انت بتلعب على الحته اللي خلاص ما هو فاهمينها بس قشطه يعني. بالك انت عايزين حاجه وانا جاي؟ عايزين. فانت اتدبست بقى الساعه 2 الفجر دور على المحل اللي فاتح هو انت بتتذاكى عليهم فيروحوا متذاكين عليك. فانت واقف تحت كده، عايزين ايه؟ عايزين كذا وكذا وكذا. طب ابعت فلوس. انت واقف تحت باصص لهم فوق، يا سيد عايزين فلوس. فبتفضح تصحي الدنيا كلها. فانت واقف كده مستني الفلوس تجي لك. طب هيجيب لك الفلوس ازاي؟
الثبت بايظ، ما عندكش ثبت ومحدش عايز ينزل ولا انت عايز تطلع، فروح جايبين ال 100 جنيه او ال 200 جنيه او ال 1000 جنيه على حسب انت تجيب ايه، ومدبسها لك في مشبك وراح رامين لك الفلوس. المشبك ده بقى لما بيترمي هو ده الاي تي بي، والانرجي هي الفلوس. فانا لو عايز انقل الفلوس من هنا لهنا، لو رميتها كده هتضيع. فلما احطها جوه مشبك اللي هو اسمه اي تي بي، يعني ده اسمه ايه؟ كنت هكتب الماركر ده اسمه ايه؟ يب ده اسمه ايه؟ مشبك. ده مشبك. وارمي الانرجي. ليه؟ عشان انت دلوقتي هتصرف الفلوس تحت العماره؟ لا، لما تمشي وتروح للسوبر ماركت، انا عايز كذا وكذا وكذا، تبدا تفك الفلوس من المشبك. ماشي؟ مولكيول ده عبقري اسمه ايه؟ اي دي بي. ده العبقري اي دي بي. لما راح جاب فوسفيت اوبا عمل اي تي بي. يا سلام يا سلام على الجمال. فاحنا عندنا حاجه اسمها سيل ريسبيريشن. سريعا بقى كده، عندنا حاجه اسمها سيلولر ريسبيريشن. يعني ايه سيلولر ريسبيريشن؟ يعني السيل بتبدا تجيب طاقه. بيجيب طاقه منين؟ من السامبل شوجر. مين ابسط واحد بقى فيهم؟ السامبل شوجر اللي هو مين؟ المونوساكرايد. يبقى بنستعمل هنا مين؟ المونو. ولو داي داخل، لا الداي ما يخش. يعني لو عندي مثلا لاكتوز، فاكر كده اللاكتوز؟ بايولوجينو. اللاكتوز ده كان ايه؟ جلوكوز وجلاكتوز. برافو. تلاقي اللاكتوز ده عباره عن حاجتين، جلوكوز وجلاكتوز. فلما بيتكسر يبدا يخش الخليه. طب لو ما اتكسرش ما يخشش الخليه. يبقى السياط. فانت عندك هنا بقى السامبلست شوجر ده داخل الخليه خلاص، عدى من السيل ممبرين هوب داخل الخليه، ويوم ما يخش الخليه يبدا يتكسر. يبدا بقى يتكسر بالانزيمز، سواء بقى ايروبيك في وجود الاكسجين، او اكسجين وميتوكوندريا، بس ايه مش قصتنا دلوقتي. اكسجين وايه تاني؟ ان ايروبيك. كل 1 جلوكوز طبعا انت لو اكلت بقى ستارش، اكلت معلقه رز فيها ستارش قد كده، وكل ستارش كان جلوكوز قد كده. فاكر انت الجلوكوزايه الواحده؟ ال1 جلوكوز ستارش كتير قوي ستارش. فهذا الستارش الجميل، كل الستارش ده كله لما يتخزن جوه هيروح فين؟ يخش جوه جسمك وهيعرف يخش الخليه؟ لا، لازم يتكسر. فتروح مطلع جلوكوز قد كده، معلقه رز كمان جلوكوز قد كده. عشان كده الرز بيتخن، عشان الجلوكوز الكتير قوي ده، الطاقه قد كده. شوف الكالوريز قد ايه. فتلاقي الجلوكوز الكتير ده الواحده تدينا 38 اي تي بي لو هو ايروبيك. لو واحده جلوكوز بتدينا ايه؟ 2 بس من الاي تي بي. والناس اللي بقى الجدعه مش جواميس البحر هيفتكر حاجه اسمها لاكتيك اسيد، اللي كان بيعمل حاجه اسمها فتيج لو انت ان ايروبيك. ماشي؟ طيب دلوقتي احنا معانا ال 38 اي تي بي دول اللي عرفنا ان هم جم ازاي. جبنا 38 اي دي بي المولكيول العبقري، وجاب 38 فوسفيت ومسكهم في بعض، ادانا في الاخر 38 اي تي بي اللي هو المولكيول اللي متخزن جواه طاقه. هنعمل بيهم ايه بقى؟ والله انا واحد عايز اعمل، انا دلوقتي عمال بكتب وبشرح وبصوت وبزعق وعمال اركز، فده كله محتاج انرجي. عندك حاجه تانية زي النيرف امبلس. كلمه نيرف يعني عصب، وامبلس يعني اشاره عصبيه يعني. بنستعملها يا عم وانت بتتكلم، تستعملها. واقول لك على حاجه حلوه، دلوقتي دي خليه ودي خليه تانية، وانا عايز انقل حاجه من هنا لحد هنا. عارف بحتاج ايه؟ بحتاج اي تي بي. ليه؟ عشان جواه طاقه عايزها. فبالتالي لو انا عايز اعمل ايه؟ ترانسفير، خدتها بلون تاني بقى، ترانسفير الموليكيولز بشكل عام بقى بتوين السيلز. لو انا عايز انقلها هحتاج اي تي بي. ماشي؟ وخلي بالك بقى، اعرف بقى المعلومه دي. لو افترضنا ان عندي موليكيول هنا لونه احمر، 1 2 3 4 بس. هنا عندي 1 2 3 4 5 6 7 نفس الاحمر بالظبط، كتير قوي. هنا مش زحمه، فده نقول عليه لو وصل ل3 مرات. انت عندك حاجه لو كونسنتريشن وعندك حاجه هاي كونسنتريشن. دي لو كونسنتريشن من المرتبه بتاع الاحمر ده. يا عم راسبيري، عندها راسبيري جوه هنا، عندها توت احمر، وهنا عندها توت احمر بس ايه؟ كتير شويه.
بنت المفجوعه دي لتر بي عايزه توت احمر تاني وهي عندها هاي. ما هو ده مش زحمه، ده زحمه. تخيل معايا كده، رحت واخدك من ايدك كده، انت فركشت، فانا حبيت الطف الدنيا معاك شويه، فدخلتك مالها ليل، فتقول لي لا مش هخش مش هخش مش هخش. ليه؟ الدنيا زحمه جوه واحنا اتنين بره، فاحنا لو كونسنتريشن وجوه هاي كونسنتريشن. رحت واقفك قدامي كده ورحت دخلك بالزق، دخلك بالزق كده مره واحده. فانا عشان ازقك من لو لهاي محتاج طاقه اي تي بي. ان انا عشان اتحرك من لو لهاي دي اسمها ايه؟ اسمها اكتف، عشان انا احتجت طاقه ورحت زقك كده ونقلت ترانسبورت. فالاكتف ترانسبورت محتاج طاقه. الناس الشاطره بقى الدحيحه من هاي للو كان اسمها ايه؟ ديفيوجن، مش محتاجه طاقه. فمن لو لهاي اللي هو النقل بين الخلايا، الاكتف ترانسبورت محتاج اي تي بي. ماشي؟ الدبان ده كمان. بوز بقى هنا. فانت كده عرفت الاي تي بي. فانا لما اقول لك بقى انا عندي اي تي بي اتحول الى اي دي بي بلس فوسفيت، ده كده انا هاخد الانرجي اللي جواه بلس انرجي، يبقى انا كده بتحرك. انما لما اقول لك انا عندي اي دي بي بلس فوسفيت بلس انرجي، انا كده هعمل الانرجي، انا كده هعمل الانرجي هخزنها، هعمل اي تي بي. طب خد بقى المعلومه دي دلوقتي من بيولوجينا الجميل. عندك 3 كلمات مهمين جدا. ال ATP هو ال Direct Store of Energy. Direct Store يعني ايه؟ أول لما أخزن طاقة هخزنها في ال ATP. طب الجلوكوز اللي هو السكر اللي جاي من النبات ده المصدر، يبقى ده الدايركت سورس، يبقى ده الدايركت سورس. طب الجلايكوجين ده مش دايركت ستور ولا دايركت سورس، ده اصح طريقه، هو مش السريع، هو اصح طريقه. فده بنسميه كده البروبر ستور، مش الدايركت، البروبر الصحيح، بروبر ستور. بس فين؟ في الحيوانات، في الليفر والمصل. لو في النبات يبقى بدل ما اكتب جلايكوجين هكتب ايه بقى؟ هكتب ستارش. فانا عندي الجلايكوجين او الستارش ده البروبر ستور مش الدايركت ستور. مهمه جدا جدا جدا. ايه رايك؟ عجبك الشرح؟ لو عجبك بقى الدنيا ما تنساش بقى لايك وسبسكرايب والحاجات بتاعتك دي. عندنا على المنصه بتاعتنا لو انت عايز فيديو مذاكره، فيديو اسئله تانية اضافيه بتاعت الهوم ورك بتاعنا اللي هي بنسبه كبيره داخله في الامتحان، تقييمات، ريكابس، كويز كل حصه، متابعه كل شويه، بنبلغك بقى ايه مستواك هيعلى ازاي وازاي تذاكر والكلام ده كله. عندك على المنصه اللينك تحت في الديسكربشن، تخش هناك وتكلم من حد من الاسيستنت يقول لك تشترك ازاي. يلا هسيبك بقى تكمل المحاضره. جهاز اسمه السي جي ام، اختصار Continuous Glucose Monitoring. بيقعد يراقب بقى كده الجلوكوز بتاعك، يعني حاجات كده بسيطه كده مكتوبه في كتاب المدرسه لك. جهاز بيتركب، بدل ما كل شويه ايه تاخد حقنه، بدل ما نخش كده ناخد منك حقنه كده اقول لك دوس على البتاعه دي واقعد اشوكك كده، بدل ما ناخد حقنه واقيس السكر في جسمك، لا هو موجود على طول متركب، اسمه Continuous Glucose Monitoring، بيقيس السكر في الدم على طول. هو شغال كده عمال يقول لك انت اكلت قد ايه، طب سكرك عالي، سكرك كتب، الكلام ده كله. ده جهاز حلو جدا. ماشي، ده كان ابلكيشن هنا كده. احنا خلصنا يا صديقي الكربوهيدرات. تعالى بقى نخش على اللي بعده. احنا قلنا ايه؟ سابلين، سي بي ال ان. نخش للموليكيولز الثاني ونقول البروتين، اللحمه. دلوقتي احنا عايزين نعمل لحمه. كلنا العيش، عايزين ناكل حوش. حوش ده عباره عن ايه؟ عيش، كربوهيدرات، خلصناه. اللحمه البروتين، والدهون بقى الموجوده الليبيدز. فنخلص البروتين. شايف البورد دي هتكفينا قوي نخلص فيها البروتين، لدرجه ان هو لذيذ قوي. فانت امشي معايا بقى بالراحه عشان انا محتاجه. البروتين ده موليكيول كبير بيتكون من حاجات صغيره اسمها ايه؟ امينو اسيدز. لكن الواد ده بياخد حقن امينو. امينو اسيد دي احماض امينيه. فانا لما يكون عندي ايه؟ امينو اسيد مع امينو اسيد مع امينو اسيد مع امينو اسيد مع امينو اسيد يديني حاجه اسمها بروتين. والامينو اسيد ليها اسم تاني، واحنا في البايو بنحب الاسم التاني اكتر من الاولاني. اسمه ايه الاسم التاني؟ بيبتايد. اسمها كده بيبتايد. فانت عندك الامينو اسيد هي البيبتايد. فلما اقول لك انا عندي امينو اسيد ودي امينو اسيد ودي بوند، هسميها ايه انا بقى؟ بوند بتوين بيبتايد، فبنسميها بيبتايد بوند. حلو. انا عشان اكون البوند دي لازم وحتما ولا بد اعمل ايه؟ اعمل ووتر ريموفل. اعمل ووتر ريموفل. طب البروتين ده بيتكون من ايه قلت لي؟ امينو اسيد. احنا عندنا الامينو اسيد كتير قوي. في كام نوع بقى بيعمل بروتين؟ عندي منهم 20 نوع بيعملوا بروتين. في انواع تانية مش بتعمل بروتين بس انا علينا ايه؟ عندنا 20 نوع بيعملوا بروتين. عندنا 20 نوع بيعملوا بروتين. تخيل 20 نوع كتير قوي صح؟ فانت عندك ايه بقى؟ لو انا جبت امينو اسيد اسمها اكس اللي هي النوع رقم 1،
رحت جايب امينو اسيد نوع رقم 2، بعد كده امينو اسيد نوع رقم 1 تاني، بعد كده امينو اسيد نوع رقم 2. شايف؟ ده كده عمل بروتين. طب لو جبت لك امينو اسيد من نوع رقم 1 بس، ونوع رقم 1 بس، ونوع رقم 1 بس، ونوع رقم 1 بس، كده عملنا بروتين. هل ده هو ده؟ لا بالعكس، ده بروتين اسمه A وده بروتين اسمه B، صح؟ يبقى كده البروتين بيختلف باختلاف ايه؟ قال لك البروتين فاري. يعني ايه فاري؟ بيختلف. باختلاف ايه بقى؟ النمبر، سوري بلاش نمبر، نكتب ايه؟ التايب، لان ده نوع واحد نوع اتنين. اول حاجه التايب بتاع الامينو اسيد او التايب بتاع البيبتايد، التايب اوف امينو اسيدز. طب تاني حاجه بيختلف عنها، لما تيجي تبص كده، بص على سي كده، بص هعمل فيك ايه؟ دي رقم واحد ورقم واحد كمان، ايه ده؟ ما زي اللي فوق، ورقم واحد كمان، ايه زي اللي فوق بالظبط، ورقم واحد كمان، ايه ده؟ زي اللي فوق بالظبط. وبعد كده رحت مزود رقم واحد 5. هل دي هي دي؟ لا، دي 4 ودي 5. واحد طوله 180 والتاني طوله 181، مش نفس الطول. يبقى كده بتختلف على حسب ايه؟ النمبر. نمبر اوف مين؟ امينو اسيد. يبقى تايب ونمبر. طب تالت حاجه معانا الاوردر. يعني ايه الاوردر؟ السيكونس، الترتيب. يعني ايه الترتيب؟ هرسم لك اتنين، هرسم لك دي واي. تخيل معايا كده، واحد ماسكه في اتنين ماسكه في واحد، وواحد هو كان رقم اتنين لونها اسود صح؟ ادي اتنين. بعد كده واحد ماسكه في واحد ماسكه في اتنين. هل هما كده نفس الترتيب؟ لا. ايه ده يعني كده بتختلفوا؟ يبقى ده معناه ان ده بروتين وده بروتين وده بروتين وده بروتين وده بروتين. بيختلفوا؟ ايوه بيختلفوا. فانت كده عندك بيختلفوا عن طريق الاوردر. 4 الشيب، الشكل. طبعا انا قلت لك قبل كده اي شكل ايه بيغير الحاجه، يعني الحاجه ده نفس الحاجه بالظبط بس في اختلاف الشكل. يعني لو جبنا دي وعملناها استنساخ، يعني ايه عملنا لها استنساخ؟ رحت واخد دي كلها كده، استنى، رحت واخد دي كلها كده وعملت لها كلون اهي. شايف دي؟ شايف دي كلها على بعض هي بالظبط، رحت راسم لها خط كده. واحده ثانيه هي بالظبط عملت كده. يعني بدل ما هي كانت ستريت لا بقت زجزاج. مختلفين، يبقى الشكل كمان ايه؟ بيغير. فانت كده عندك ايه؟ التايب، النمبر، والاوردر، والشيب. تايب، نمبر، اوردر، شيب. تايب، نمبر، اوردر، شيب. تايب، نمبر، اوردر، شيب اوف امينو اسيد. تايب، نمبر، اوردر، شيب. بس دي كده القصه بتاعت البروتين. بس كده؟ لا، يعني في حته كمان صغيره قوي. قال لك احنا عندنا نوعين من البروتين، مش داخلين في تفاصيل الحمد لله. قال لك النوعين من البروتين، عندك نوع اسمه structural بروتين. يعني ايه structural بروتين؟ بروتين بيخش في التركيب. وعندك نوع تاني اسمه regulatory بروتين. يعني ايه regulatory؟ يعني بينظم كده. الستراكشرال بروتين ده زي مين؟ الستراكشرال بروتين زي عندك مثلا الكيراتين. ايه الكيراتين ده بقى؟ انت جسمك بيتغطي بالجلد، والجلد ده فيه بروتين مهم جدا اسمه كيراتين، اللي في مصر بيقول عليه كرياتين، اسمه كيراتين. عارف السمك مش بيعليش؟ نفس القصه كيراتين. عارف العضلات؟ العضلات مش فيها بروتين؟ الماسلز اللي فيها ماسلز دي جواها بروتين، والبروتين ده عباره عن ستراكشرال تركيبها. طب يعني ايه ريجولاتوري؟ يعني بتتحرك، بتعمل وظيفه، بتشتغل. يعني ايه بقى بتشتغل بتعمل وظيفه؟ ما الماسلز بتعمل وظيفه؟ لا، يعني بتعمل ايه؟ كيميكال رياكشن بالبلدي، يعني بتعمل تفاعل. مين بقى اللي بيساعدك في التفاعل؟ عندك الهرمونات بتساعدك في التفاعل، هرمونز. في هرمونز معموله من بروتين. عندك انزيمز، وكل الانزيمز اللي في جسمك، كل الكاتاليست اللي في جسمك معموله من بروتين. عندك مين تاني؟ انتي بودي. ايه انتي بودي دي؟ كلمه انتي بودي دي معناها اجسام مضاده. ايه اجسام مضاده؟ بتاع بيبقى شبه حرف الواي كده. لو انت بصيت على اللوجو بتاعنا كده هتلاقي بتاع في الاخر فوق كده شبه حرف الواي. حرف الواي ده اللي هو مين؟ ده جسم مضاد، اجسام مضاده المناعه بتطلعه لما بتشوف فيروس بتمسك فيه وتدشمله، تمسكه تفرمه كده خلاص. فده مين ده؟ ده الانتي بودي. فعندك الحاجات دي اسمها ريجيولاتوري بروتين، اسمها كده ريجيولاتوري بروتين. فانت عندك ستراكشر وايه تاني؟ وريجيولاتوري. انت ممكن تلاقي مين؟ الكيراتين ده ممكن تلاقيه في الجلد عادي، وتلاقيه في الشعر كمان، وتلاقيه في الضوافر عادي. الماسلز في العضلات، لحمه بشكل عام. هرمونز دي بتعمل وظيفه. انزيمز ده لو انت فاكر كان كاتاليست بيسرع الرياكشن. وبعد كده عندك الانتي بودي ده مناعه، ده اميون. جميل جميل جدا. ايه اللي انت ممكن تجيب بقى اسئله عنه ازاي او تريكات عنه ازاي؟ بص دلوقتي انت اكلت لحم،
حته لحمه صغيره قوي كده. يعني انا جبت مثلا البروتين ده لحمه ميت، جبت خروف واكلت اللحمه بتاعته، اللحمه دي هتخش جوه بطني، هتروح للمعده. عارف هيحصل لها ايه في المعده؟ بص هتخش البروتين ده يخش جوه المعده، هتتكسر، هيحصل لها هضم، هيحصل لها دايجستشن. ولما يحصل لها دايجستشن، يعني ايه دايجستشن؟ يعني الامينو اسيد مع امينو اسيد مع امينو اسيد مع امينو اسيد تتكسر 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 تتكسر. فتديك ايه بقى بعد الدايجستشن؟ هتتكسر الى امينو اسيد. ولما تتكسر الى امينو اسيد تخش الدم، جسمك بقى ياخد هذه الامينو اسيد ويروح بقى يحطها جوه مين؟ جوه السيلز. شوف انت عايزه ايه؟ عايزه تعملي كيراتين اعملي. شوف انت عايزه ايه؟ عايزه تصنعي ليجمنت اعملي. شوف انت عايزه ايه؟ عايزه تصنعي مثلا شعر اعملي. شوف انت عايزه ايه؟ عايزه تعملي انزيم اعملي. ايه ده؟ يعني انا دلوقتي لو خدت بقى، في ناس بقى اللي ايه الجيماويه الجامدين يقول لك يعني انا لو اكلت بقى كولاجين، كولاجين ده بروتين اللي موجود بقى في الوش، بيخلي الوش جميل ولذيذ كده، موجود في المفاصل، في الاربطه، موجود في الاوتار اللي هو الوتر. عارف انت كعب رجلك كده في حته بتبقى ناشفه بس ممكن تدوس عليها، ده وتر. وتر ده اللي بيخلي العضلات لما تيجي تعمل كونتراكشن تشد العظمه. بص عملت كونتراكشن تشد العظمه. المهم يعني الحاجات دي كلها حلوه عشان تعرف تمشي. طب الحاجات دي بنصنعها ازاي؟ لك انا باخد كولاجين عشان احسن طب ازاي الكولاجين؟ انت بتقول دلوقتي حالا ان الكولاجين البروتين ده بيتكسر. على فكره هو بيحصل له دايجيشن في مكانين. في الاستومك اول حاجه بينزل المعده يتهضم، وبعد كده بيكمل رحله الهضم بتاعته في الامعاء في الانتستين. طب بعد ما يتكسر هيدينا امينو اسيدز. انا الامينو اسيد هتعرف منين ان انا عايز ابقى كولاجين تاني؟ بص احنا عندنا كام نوع من الامينو اسيد؟ 20 نوع. قال لك ال 20 نوع دول في 5 منهم مثلا بيعملوا كولاجين. فالكولاجين اللي انت اكلته، اكلت كولاجين، اكلت ال5 انواع دول كتير قوي، فجسمك دخل ال5 انواع دول بكميات كبيره قوي، فجسمك هيحس ان انت ايه ده عايز يصنع كولاجين، فحبه من دول يروحوا يصنعوا كولاجين. طب الباقي مش هيصنع طبعا، الباقي بقى هيروح يعمل حاجات تانية. انت اكلت مثلا، انت عندك مثلا مشكله في هرمون تاني، فانت الهرمون ده خدت حبوب، بيبقى وحش ليه الهرمون الحبوب ده؟ يعني الحقن بتبقى احسن، بيبقى جاهز، لكن هرمون الحبوب ده ممكن يتكسر في البطن. ليه؟ اصل الهرمون ده لو بروتين، اصل في هرمون تاني مش بروتين، لو بروتين بطنك هتكسره، هتخلي او الامعاء هتكسره، فهيبقى امينو اسيد. ولما يبقى امينو اسيد انت وحظك بقى هيرجع يتشكل تاني او لا، مش شرط. يعني مثلا مثال بسيط قوي، انا دلوقتي معايا تليفون، هو التليفون ده عايز يجيب فلوس دلوقتي، او بلاش انا معايا تليفون دلوقتي، فانا دخلت المحل فلقيت حاجات تانية عجباني، فقلت رحت بايع التليفون، اخدت فلوس، لا الامينو اسيد. الفلوس دي ممكن اشتري بيها تليفون تاني او نفس تليفوني تاني لو انا ما فيش حاجه عجبتني، او هجيب لابتوب، هجيب سماعه، هجيب حاجه جديده، صح؟ مش حاجه ثابته. بس انت بقى لو انت داخل انت داخل تجيب تليفون بس، انت مركز هتجيب تليفون بس، انت ممكن ترجع تجيب تليفونك بالصدفه. فهو مش شرط ان نفس البروتين اللي انت دخلته هو اللي يتصنع، مش شرط نفس البروتين اللي دخلته هو اللي يتصنع. عشان كده الهرمونات اللي هي بتتاخد حبوب يبقى 100% مش بروتين، لو هي بروتين هتتكسر في البطن والامعاء ومش هتشتغل بنفس الكفاءه. دي تعالى بقى نخش الجزء اللي بعده، جزء مين؟ الليبيدز. الليبيدز دي سبلن، دخلنا على البي، دي ناقص لنا ايه؟ ليبيدز والنيوكليك اسيد. الليبيدز بقى تعرف عنها ايه؟ اعرف عن الليبيدز دي انها دهون. كلمه دهون دي اللي انت معروف عنها انها حاجه سيئه، والله يا صديقي مش سيئه، بس لا حاجه كويسه عادي. انا عايز اقول لك ان الدهون دي لو الكربوهيدرات اللي هي السي اتش او دي، الكربوهيدرات دي بتديك سي اتش، اول ما نكتب سي اتش او بيبقى قصدنا كربوهيدرات، حتى لو الدهون فيها سي اتش او نقول قصدنا كربوهيدرات. لو السي اتش او دي بتديك 38 اي تي بي، فالليبيدز تديك الضعف. هو كاتب في الكتاب الضعف، هو ممكن يكون اكتر من الضعف عادي، تديك اي تي بي كتير قوي. يعني قال لك الضعف هنا مثلا 76، هو كاتب الضعف بس هو مش شرط يكون الضعف، ممكن يكون اكتر عادي، ماشي؟ فالدهون دي تدينا ايه؟ انرجي كتيره جدا 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 جدا، يبقى دي بتدينا ايه؟ انرجي اكتر من الكربوهيدرات، انرجي اكتر من الكربوهيدرات، انرجي اكتر من الكربوهيدرات. ايه ده؟ طب ليه ما بنحرقهاش بقى وناكل دهون كتير؟ قال لك الدهون ده بص، احنا عندنا 3 انواع من الحاجات تدينا طاقه. الاكل كله يدينا طاقه عادي، الكربوهيدرات تدينا طاقه، الدهون تدينا طاقه، البروتين بيدينا طاقه. مين اسرع واحده واكتر واحده تدينا طاقه كافيه؟ الكربوهيدرات. عارف انت يقول لك ايه؟ انا عايز اسرع واحسن حل، الكربوهيدرات بتديك طاقه تكفيك، وفي نفس الوقت بتتكسر بسرعه فبتلحق تشتغل، وفي نفس الوقت كافيه، طاقه كافيه. طب نيجي نبص على الليبيدز، لا هي طاقه كتير قوي وكافيه وكافيه وزياده، بس بتاخد وقت كتير عشان تشتغل.
عشان كده اقول لك صوم عشان تخس. ليه؟ لما تيجي تصوم جسمك مش لاقي، خلص الجلوكوز كله فدخل على الجلايكوجين، الجلايكوجين خلص يخش على الليبيدز بقى، يخش على الدهون. يعني تخيل معايا كده دلوقتي انت عايز تشتري انت معاك فلوس، معاك كوينز فكه، ومعاك فلوس كاش، ومعاك فيزا، ومعاك ورق ب 10 جنيه وورق ب 100 جنيه، ومعاك بيت بقى عايز تبيعه، ومعاك تليفون عايز تبيعه. دلوقتي وانت ماشي في البيت او ماشي في الشارع كده شفت ازازه ميه وانت معاك فكه، معاك 6 جنيه فكه، شفت ازازه ميه رحت ايه؟ رحت مدي للراجل الفكه اللي معاك. فخلصت اول فكه اللي هي ايه؟ الفكه الاولانيه دي اللي هي بتبقى الاي تي بي. اي اي تي بي عندك انت مثلا عايز تجري، ما انت عايز تشتغل، عايز تتحرك، هتستعمل الفكه الاول الاي تي بي. فانا ماشي في السوبر ماركت او ماشي في الكشك في الشارع عادي، اول حاجه هشتريها، اول طاقه هعملها الاي تي بي اللي هي الفكه. طب انا خلصت الفكه دي، خلاص الفكه خلصت اللي معايا، عايز اشتري كيس شيبسي. كيس الشيبسي ب 10 جنيه، ببص على الفكه اللي معايا خلصت، هبص بقى على الفلوس الصغيره الفكه، مش هبص على ال 100 جنيه وال 200، انا هبص على 10 جنيه 15 20. مين اللي بعد الاي تي بي بنحتاجه لو انا محتاج طاقه؟ الجلوكوز. طب الجلوكوز بقى مش موجود، خلصت كل ال 10 جنيه اللي معايا وال 20 جنيه اللي معايا، بكلمهم في البيت عايزين حاجه؟ عايزين ازازه زيت قد كده. ازازه الزيت مثلا دلوقتي ب 300 400 جنيه. فانت بتبص كده الفكه اللي معاك خلصت، هتروح داخل على الفلوس الكبيره شويه اللي هي الاساسيه اللي هي 100 200، افضل بيبقى 100 200، يعني بتاخد 100 200 300 400 500 على حسب ما انت شغال ايه، حسب ما انت بتشتغل فريلانس ولا بتشتغل بقى شغل بالشهر براحتك يعني. فتبص بقى على قبضك تلاقي مثلا معاك فلوس، معاك 200 جنيه 400 جنيه تعرف تجيب بيهم ازازه الزيت. فتخش على مين بقى؟ على الجلايكوجين. طيب وانت مروح كده قلت تكلم الحاج كده تقول له انك تتاخر، فقلت له عايز حاجه، قال لك خد عربيه روح صلح الموتور، خد عربيه روح اديها زيت، خد عربيه غير الزيت بتاعها. فانت رحت جاي بتبص للفلوس اللي معاك مش هتكفي الحاجات دي، محتاجه فلوس قد كده، فلقيت معاك حل ما بتستعملوش غير في الزنقه، حل بيديك فلوس قد كده وما بتستعملوش غير في الزنقه، اللي هو ايه؟ الفيزا اللي هي الفاتس. فانت عندك دي كانت الفكه اللي استعملتها الاول، دي ال 10 او 20 جنيه، دي ال 100 او 200 300 على ايا كان، بس طبعا مفيش ورقه ب 200 300. الفاتس دي هي الايه؟ الفيزا. طيب بعد الفيزا بقى، بعد ما خلصت الفاتس هتخش على ايه بقى؟ انت دلوقتي صرفت الفيزا كلها وعايز تجيب بقى لابتوب، ماشي روحت البيت بقى عايز تجيب حاجه جديده، فتبص كده طب اجيب منين؟ خلصوا لي الفيزا، خلصوا لي المرتب بتاعي، اجيب منين؟ فانت بصيت على حاجات في البيت كده كتير، لقيت في حاجه هناك في البيت ما حدش بيستعملها، رحت واخدها بايعها. حاجه ثانيه واخدها بايعها. ايه ده؟ انت بقيت تبيع من البيت بتاعك، بقيت تبيع من جسمك، يبقى انت بتبيع من ايه؟ بتبيع من جسمك اللي هو عباره عن بروتين، فانت تبدا تستعمل البروتين. طب تبيع من جسمك لما تبقى شحات، يعني وقت المجاعه، لما تبقى خلاص ما بتاكلش بقالك 7 ايام ولا حاجه. فانت لما تخلص الاي تي بي تخش الجلوكوز، خلصت كل الجلوكوز خلص كل الجلايكوجين، خلصت كل الجلايكوجين تخش على الفاتس. كان الناس اللي بتصوم كتير بيبقى عندها الفاتس عندها اقل شويه. ليه؟ ما خلاص عمال ياخد الجلايكوجين بالفاتس، جلايكوجين بالفاتس. طبعا بيتعب شويه في الاول لان الفاتس تشتغل بعد وقت كبير. بعد كده عندك البروتين ده في الاخر بقى خالص يبدا ياكل في عضلاتك وفي جسمك، ده بعدها بتموت بقى خلاص مفيش حاجه تاني. ماشي؟ فالدهون بتدينا ايه؟ طاقه كتير بس بنستعملها قدام شويه. طب الدهون دي بتتكون من ايه؟ الاستراكشر بتاعها عباره عن ايه؟ قال لك الاستراكشر بتاعها عباره عن حاجتين مش زي بعض، حاجتين مختلفين فنقول عليهم هيتيرو عشان مختلفين غير بعض يعني. ايه الحاجتين دول؟ قال لك بيتكون من حاجه اسمها فاتي اسيد. يعني ايه فاتي اسيد؟ دهون، فاتي اسيد دي احماض دهنيه. وبيتكون من حاجه ثانيه اسمها الكحول، اي حاجه اخرها او ال، الكحول او اتش. في حاجات فيها بيز، دي حاجه ثانيه، وفي حاجات ثانيه في البيولوجي غير الكيمياء. في الكيمياء اي حاجه اخرها او اتش، في الكيمياء اي حاجه اخرها او اتش دي بيز. في البيولوجي اللي هي الاورجانيك كيمستري، قصدي الحته دي اي حاجه اخرها او اتش تبقى الكحول. ما يغركش الحته دي مش مهمه قوي. المهم انك تبقى عارف ان احنا عندنا حاجه اسمها فاتي اسيد وعندنا حاجه ثانيه اسمها ايه؟ الكحول. ما الفرق؟ الفاتي اسيد ده موليكيول طويل قوي كده، بص طويل قوي كده، عباره عن ايه؟ سي 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 اتش 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 اتش، طويل ومليان اتشات. عندي منه نوعين، عندي منه نوع مشبع، نوع شبعان، ونوع جعان ابن جعانين. نوع unsaturated وده الصحي، ونوع تاني شبعان ونوع saturated. ده الصحي ده الاحلى وده غير صحي لو انت هتاكل يعني. بعد كده عندك الكحول، اي حاجه اخرها او اتش زي واحد او اخره او ال، زي مين بقى؟ زي الجليسرول، ده الجوكر برضو بتاعنا، جليسرول الكحول. لما تيجي تبص بقى الحاجات دي يعني ايه unsaturated؟ فاكر الشريط الطويل ده؟ قلت لك ايه؟ سي ماسكه مع سي ماسكه وهكذا. بص سي ماسكه مع سي ماسكه مع سي،
و اتش 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 اتش، وبتلاقي دبل بوند. اول ما بتشوف دبل اعرف انها ما شبعتش من الاتشات. طب هنا سي ماسكه اتش اتش، سي ماسكه اتش اتش، سي ماسكه، خلاص اهو سي 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 اتش 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 اتش، شبعانه من الاتشات. فده الشبعان وده الجعان. فانت عندك الفاتي اسيد ممكن ده او ده. لو استعملنا ده هتدينا زيوت، هتدينا اويلز. لو استعملنا الانساتيوريتد ادينا اويلز. لو استعملنا الساتيوريتد ادينا فاتس، دهون بقى بجد اللي هي تحت الجلد مثلا، اللي هي حته كده من اللحمه كده بيبقى فيه دهنه كده كبيره، هي دي فاتس. انما الزيوت دي بتبقى انساتيوريتد. طب الالكحول، ما هو بقى بص ده مع ده مع بعض بيعمل لنا الزيت، عشان الزيت ده فاتس. يعني تجموس البحر، عارف ليه؟ عشان انت افتكرت الفاتي اسيد هي الفاتس. لا تكتب هذا، الانساتيوريتد فاتي اسيد مع الالكحول مع بعض اسمها فاتس. الساتيوريتد فاتي اسيد مع الالكحول مع بعض اسمها فاتس او ليبيدز. بس دول بيدونا اويلز، ودي بتدينا الفاتس اللي هي تحت الجلد، اللي هي بناكلها من الخروف مثلا او اللحمه، او اللي تبقى في الاخر دي، او الدهون اللي في جسمك تبقى فاتس، تبقى ساتيوريتد. تمام؟ طيب بص بقى، انواع، احنا كده اتكلمنا عن الستراكشر، نتكلم عن انواعهم. عندنا 3 انواع. ايه الانواع دول؟ عندك نوع اسمه سمبل ليبيد. سمبل يعني بسيط. عارف يعني ايه بسيط؟ يعني بيتكون من ايه؟ فاتي اسيد والكحول بس، فاتي اسيد والكحول، بسيط خالص، اللي هو حاجتين. طب عندنا النوع الثالث اسمه كومبلكس. يعني ايه كومبلكس؟ يعني معقد، يعني فاتي اسيد والكحول وحاجه بلس حاجه ثانيه، زودت حاجه. طب عندنا نوع ثالث اسمه ايه؟ ديريفاتيف، مشتق. يعني ايه ديريفاتيف؟ يعني انا كده مشتق. مشتق يعني ايه مشتق؟ يعني جبت الفاتس وكسرتها تدينا فاتي اسيد والكحول. هاخد الالكحول ده اللي هو مشتق من الفاتس، اخده اكسر كده، العب فيه العب فيه العب فيه، طلع لي حاجه جديده. ده اسمه مشتق من الفاتس. نيجي للسامبل ده، عايزك تعرف بس ايه حاجات بسيطه. عندك الدهون الاويلز، سوري الزيوت الاويلز، الفاتس اللي هي الدهون، والشمع. سيبك من الشمع ده خالص، مش عايزين نتكلم فيه قوي، معلومه اثرائيه. الاويلز عباره عن ايه؟ unsaturated fatty acid مع الكحول. مين الالكحول الجوكر بتاعنا؟ اسمه ايه؟ اسمه جليسرول. فانساتيوريتد فاتي اسيد مع الجليسرول. طب هنا الفاتس، هو هنا الساتيوريتد فاتي اسيد مع الجليسرول. طب هنا الواكس، هنا بقى مالكش دعوه، هو ساتيوريتد بس، قشطه مالكش دعوه، عايزين دول بس. لما تيجي تبص بقى هنا، هو ايه الجليسرول ده؟ هنرجع تاني، بس ايه الجليسرول ده؟ الجليسرول ده حاجه فيها او اتش، هي سي ماسكه مع سي، ماسكه مع سي، اتش 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 اتش، وفيها او اتش. هنا سي يبقى او اتش هنا، هنا سي يبقى او اتش هنا، هنا سي يبقى او اتش هنا. عندي كام او اتش؟ 3. عارف اللي بيبقى عنده 3 او اتش بسميه ايه؟ بسميه تراي هايدريك. يعني في 3 او اتش، تراي هايدريك الكحول. طب عنده 2 داي هايدريك الكحول. طب عنده واحد بس مونو هايدريك الكحول. الجليسرول بقى انهي واحد؟ تراي هايدريك الكحول. طالما تراي هايدريك يعني هيمسك هنا بفاتي اسيد، وهيمسك هنا بفاتي اسيد، وهيمسك هنا بفاتي اسيد، سواء ساتيوريتد او ان. يعني هنا عنده جليسرول، يعني هو اللي فيه 3 او اتش، يعني هيمسك ب3 ان ساتيوريتد. هنا برضو عنده جليسرول اللي فيه 3 او اتش، هيمسك في الايه؟ في الساتيوريتد. طب عندك الواكس، لا طير منه خالص. طيب ارجع لي هنا بقى، عندك الكومبلكس اللي هو المعقد، فاتي اسيد وايه؟ والكحول. لا وحاجه، فاتي اسيد والكحول وحاجه. ايه هي الحاجه بقى؟ قال لك اول حاجه بيتكون من فاتي اسيد، تاني حاجه الكحول، تالت حاجه بقى، تالت حاجه فوسفيت PO4، رابع حاجه مش مهمه قوي اسمها كولين. طب الميكستشر ده كله على بعض يدينا حاجه اسمها ايه؟ فوسفو، عشان انت زودت فوسفو، والاثنين دول مع بعض كان اسمهم فاتس او ليبيد، فبنسميه فوسفوليبيد. طب احنا بنستعمل الفوسفوليبيد دول في ايه؟ عارف، فاكر انت كان في حاجه اسمها السيل ممبرين؟ طب هو مرتين نفس اللون يعني؟ فاكر السيل ممبرين؟ فاكر الغلاف بتاع الخليه؟ هو الفوسفوليبيد ده معمول، او سوري السيل ممبرين ده معمول من فوسفوليبيد. السيل ممبرين ده معمول من فوسفوليبيد. طب اخر واحده الديريفاتيف. يعني ايه ديريفاتيف؟ بناخد فاتس نكسرها بتدينا فاتي اسيد والكحول. هاخد اي واحد فيهم، وليكن هاخد الالكحول. هقعد بقى امسك الالكحول ده
واقعد رياكشن بس رياكشنز كتيره جدا. فالالكحولز دي لما بتديني رياكشنز كتيره جدا بتتغير لحاجات معينه. اديني اكزامبل. عندي حاجه اسمها كوليسترول. كوليسترول اخره اول يبقى الكحول. الكوليسترول ده بقى هيحصل له ايه بقى؟ يقعد يتكسر 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 يتغير فيتحول لحاجه اسمها هرمونز اسمها ستيرويدز. التستوستيرون بقى والكلام ده كله جاي من الكوليسترول. شفت بقى؟ او حاجه ثانيه اسمها فيتامين دي. فيتامين دي برضه بيجي من الكوليسترول. هو الكوليسترول بيتصنع. وعندك هنا برضه الجلد بيبدا فاكر انت الالترا فايولت ريز اللي كانت بتبعت ريز للجلد كده الصبح، والالترا فايولت كانت بتساعد في تصنيع فيتامين دي. بيديك هنا موليكيول، والموليكيول ده بيروح للليفر يتغير شويه، وبعد ما يتغير يروح للكدني يتغير شويه، هوب عندك فيتامين دي. كل ده بمساعده مين؟ الكوليسترول. فانت الكوليسترول ده اخد له حته كده شوت حلو عشان يبقى فيتامين دي. اخد مره للجلد، مره للليفر، مره للكدني. علينا لا معلومه اثرائيه. خلاص؟ في حاجه صعبه في التايبس؟ طيب بص كده معايا. فاكر الحته بتاعت السيل ممبرين دي؟ تعالى نقولها ايه في حته كده تركايه مهمه يعني. السيل ممبرين ده عباره عن ايه؟ قلنا السيل ممبرين ده عباره عن في حاجات فيه بروتين، والله هو في بوابات من البروتين، وفي كمان برضو الفوسفوليبيد اللي هو كان كومبلكس ليبيد. انا بقى عايز اشرح دلوقتي الحته بتاعت الليبيدز. الفوسفوليبيد ايه عباره عن ايه بقى الليبيدز دي؟ الفوسفوليبيد ده عباره عن ايه؟ عباره عن فاتي اسيد. عندك 2 فاتي اسيد، عندك 1 جليسرول. ايه ده؟ ازاي مش الجليسرول ده كان 3؟ فلازم 3 فاتي اسيد. اصبر. فانت عندك عدد 2 فاتي اسيد، معاك عدد 1 جليسرول، معاك عدد 1 فوسفيت PO4، ومعاك عدد 1 كولين. ايه الكولين ده؟ مش مهم، حاجه فيها نيتروجين. فلما تيجي تبص بقى شكله عامل ازاي؟ عندك سي 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 اتش 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 اتش. انت خدت بالك انا برسم ايه؟ ايوه شاطر. الجليسرول هنا كان فيه OH، وهنا كان فيه فاتي اسيد. هنشيل حربايه عشان نعمل البوند، فهناخد من الفاتي اسيد اتشايه ونعمل بوند هنا حلو قوي. اسمها ايه البوند دي بقى؟ اسمها ايستر، بس مش مشكله. فده فاتي اسيد. فانا عندي هنا ده فاتي اسيد، ودي برضو هتمسك مع بوند كده فاتي اسيد. ايه ده التالتة فاتي اسيد؟ قال لك لا تكتب فاتي اسيد هنا. هنعمل ايه بقى؟ هتيجي هنا بقى وتحط هنا فوسفيت وكولين مكان الفاتي اسيد. فده شكل الفوسفوليبيد. شايف بقى ده؟ الفاتي اسيد دي مش بتدوب، ودي مش بتدوب، يعني مش بتحب الميه، نقول عليها بتخاف من الميه، عندها فوبيا من الميه، هايدروفوبيك. فتلاقي شكلها عامل ازاي بقى؟ راس دي كلها، وديل فاتي اسيد وديل فاتي اسيد. طب واحده كمان، واحده كمان اهي، ديل فاتي اسيد ديل فاتي اسيد، وتلاقي بقى راس وديلين، راس وديلين، راس وديلين. طب مين الراس والديلين ده؟ اللي انا برسمه ده يا استاذي ده السيل ممبرين. راس وديلين. ايه ده؟ ده السيل ممبرين؟ ده السيل ممبرين. يعني عامله ازاي؟ تبص كده عندي سيل ممبرين اهو. الحته دي بس لما اعمل لها زوم هتبقى كده. عباره عن طبقتين، طبقه اولانيه وطبقه ثانيه، فنقول عليها باي لاير. يعني ايه باي لاير؟ يعني طبقتين، يعني باي لاير اوف فوسفوليبيد. لما اجيب 2 فوسفوليبيد ده كده عملت السيل ممبرين. الحته دي مهمه جدا بقى. عندك حاجه اسمها هيت كونتنت. يعني ايه كلمه هيت كونتنت؟ اللي هو المحتوى الحراري او الطاقه اللي جوه. المفروض ان الانرجي بنقيسها يا اما بالجول يا اما بالكالوري، كيلو جول عادي يعني. عندك مثلا كيلو جول عادي، اي حاجه من الحاجات دي. بس ايه اللي جاب ده هنا في الكربوهيدرات؟ قال لك دلوقتي مثلا انت لما بتاكل اكل هيديك طاقه ازاي بقى؟ يقول لك مثلا الاكله دي فيها كام كيلو جول بير جرام. هديك كام كيلو جول بير جرام، او كام كيلو كالوري بير جرام. طبعا اليونت دي هي اللي بنستعملها اكتر كساينتفك فيلد. يقول لك مثلا ال1 جرام من الكربوهيدرات بتديك 4 كيلو كالوري. ال1 جرام من الليبيدز تديك كام؟ 9 كيلو كالوري. فيقول لك 9 كيلو كالوري بير جرام. دي اليونت. خلاص؟ في حاجه كمان بقى اسمها الكترون مايكروسكوب. احنا عندنا الميكروسكوبات نوعين. في ميكروسكوب بيشوف الحاجات بس ايه ضعيفه شويه اسمه لايت مايكروسكوب، وده اللي انت بتشوفه في المعامل. وفي واحد تاني اسمه الكترون مايكروسكوب، وده كبير بقى شويه. الالكترون مايكروسكوب ده هو اللي خلانا نعرف ان السيل ممبرين عباره عن طبقتين، وخلانا نعرف نشوف التفاصيل، ان هو مش بيبعت ضوء ده كبير شويه على فكره.
ايه الاصغر من الضوء؟ الضوء ده عباره عن فوتونز، كور. قلت لك قبل كده كل كوره كان لها ويف لانس. حتى كنت اقول لك الريد ليه ويف لانس والفايلت ليه ويف لانس. في اصغر منه، ايه اللي اصغر منه؟ الكترونز. فهو بيبعت حاجات اصغر عشان يجيب لنا تفاصيل اكتر، فهو اسمه الكترون مايكروسكوب عشان بيبعت الكترونز، والالكترونز دي صغيره جدا 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 جدا، فعارف يجيب تفاصيل اكتر واكتر. ماشي؟ اخر بقى حاجه عايزين نتكلم عنها هي مين بقى؟ النيوكليك اسيد او الدي ان اي. الموضوع هنا بسيط خالص. النيوكليك اسيد ده اللي هي الحمض النووي. الحمض النووي ده مش علينا فيه اي تفاصيل غير انك تبقى عارف ان هو بيتكون من حاجه اسمها نوكليوتايدز. نوكليوتايدز يعني نيوكليوتايد ونيوكليوتايد ونيوكليوتايد يديك في الاخر حاجه اسمها نيوكليك اسيد. يعني ده البوليمر وده المونيمر. طب ايه النوعين بتوعه؟ عندك نوع اسمه دي ان اي وعندك نوع تاني اسمه ار ان اي. فانا عندي دي ان اي وعندي ار ان اي. ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين الدي ان اي والار ان اي؟ انا هكتب لك اسمه واحنا نشوف بقى القصه ماشيه ازاي. الدي ان اي نقول عليه ايه؟ دي اوكسي. يعني ايه دي اوكسي؟ يعني شلت اكسجينيه. رايبو يعني شلت اكسجينيه من حاجه اسمها رايبو اللي هو رايبوز نيوكليك اسيد. ايه ده؟ هو ايه القصه دي اصلا؟ هو يعني ايه اللي جاب ده هنا؟ اصل كلمه نيوكليوتايد دي معناها ايه؟ كلمه نيوكليوتايد هنجي لها تاني. نيوكليوتايد دي معناها ايه؟ معناها ادي النيوكليوتايد اهي، معناها ان احنا هنجيب سكر. اول حاجه سكر. السكر ده 5 كربونات، فاكره؟ فاكره، كان اسمه رايبوز. وهنجيب حاجه تانية اسمها نيتروجينوس بيز، يعني حاجه فيها نيتروجينوس بيز، يعني حاجه فيها ايه؟ حاجه فيها نيتروجين. هي اسمها كده قاعده نيتروجينيه. يعني ايه؟ دايره جواها نيتروجين. ثالث حاجه موليكيول جواها نيتروجين. وهنجيب فوسفات. يعني ايه مثلا؟ ادي الريبوز اهو 5 كربونات اهو. هنمسك هنا بحاجه اسمها نيتروجينوس بيز، ايه ده؟ شبه الاي تي بي. وهنمسك هنا بحاجه اسمها فوسفات. وخلي بالك بقى، فاكر لما قلنا هنا انا امسكها في حاجه اسمها ايه؟ حاجه شبهها كده. هنلعب بقى في الحته دي دلوقتي. فانا عندي النيوكليوتايد، ادي الحته دي اسمها نيوكليوتايد. ولما كنا قلت لك قبل كده دي كلها على بعض كان اسمها ايه؟ ادينوسين، فاكر؟ فتنيجي بقى نبص هنا، شيل حرف الايه ده. دي اسمها ايه؟ نوكليوتايد. ايه النيوكليوتايد دي؟ كل دي على بعض. بس يبقى بلاش غلاسه بقى. كل دي على بعض اسمها ايه؟ نوكليوتايد. يعني ايه نيوكليوتايد؟ يعني 3 حاجات: سكر اسمه رايبوز، فوسفات، وهنا في الاخر نيتروجينوس بيز. لما تيجي تبص بقى ايه الكلام ده كله؟ ايه السكر اللي هنا وايه السكر اللي هنا؟ تعالى نشرح هنا وبعد كده نرجع لدي. تعال. ايوه الله ينور عليك. ده اسمه دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد. يعني ايه دي اوكسي رايبو؟ يعني الريبوز كان سي 5 اتش 10 او 5. لا 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 يجوز. هيبقى سي 5 اتش 10. انا دي اوكسي يعني شيل لي اكسجينيه هيبقى او 4. طب ليه كده؟ عشان ابقى دي ان ايه ابقى دي اوكسي رايبوز. انما التاني اسمه ايه؟ اسمه رايبو نيوكليك اسيد، يعني من غير اي افتكاسات. يعني ايه من غير اي افتكاسات؟ يعني هنا سي 5 عادي، اتش 10 عادي، او 5 عادي. طب ايه كمان موجود؟ ده موجود. ايه تاني موجود؟ حاجه اسمها نيتروجينوس بيز. طب ايه هما النيتروجينوس بيزز اللي عندنا؟ احنا عندنا 5 نيتروجينوس بيزز: اي جي تي سي ويو. اركن اليو على جنب. اي جي تي سي كده، بص ثاني. اي جي تي سي. ادينين، دي اسمها كده ادينين. ودي اسمها جوانين. ودي اسمها ثايمين. ودي اسمها سايتوسين. ادينين، جوانين، ثايمين، سايتوسين. ادينا، جعانين، ثايمين، سايتوسين. ادينا، جعانين، ثايمين، سايتوسين. اي جي تي سي. ادينا، جعانين، ثايمين، سايتوسين. اي جي تي سي. تالت حاجه معانا فوسفتايه واحده بس. حد بيشبه على الادينين ده؟ بيشبه. اصبر بس اصبر. فانت عندك ده دي ان ايه. طب ايه لازمه الدي ان ايه؟ الدي ان ايه ده هو شايل الماده الوراثيه، شايل الجينات بتاعتك. ده بنقول عليه جيناتيك ماتيريال، دي الماده بتاعتك. ده شايل الجينات. طب هناك ده، هناك الشوقي اللي هناك ده، قال لك والله هو عنده سكر اسمه رايبوز من غير اي افتكاسات عادي، وعنده نيتروجينوس بيز عادي جدا اي جي تي سي. قال لك لا ما بحبش حرف التي ده، بديلهولي. حاضر، حطينا له يو. ايه ده؟ اشمعنى يعني هنا في يو؟ هو ما بيحبش حرف التي، هو والتي مش بيولفوا على بعض. تالت حاجه فوسفيت، واحده بس فوسفيت برضه. ماشي؟
فانت عندك كده النيوكليوتايد دي ان ايه وار ان ايه. تيجي تبص على الدي ان ايه شكله عامل ازاي؟ شكله عامل كده، شريط شريط شريط، والتاني ماشي ازاي عكسه بقى كده، شريطين. انما الار ان ايه ده شريط واحد بس، شريط واحد بس. فانا كده تعالى نختصر الكلام ده كله تاني. فانت عرفت بقى احنا عندنا حاجه اسمها دي ان ايه وحاجه اسمها ار ان ايه. الدي ان ايه ده دي اوكسي، يعني ايه دي اوكسي؟ يعني شلنا منه اكسجينيه. وعنده حاجه اسمها نيتروجينوس بيز، بس انهي نيتروجينوس بيز؟ اي جي تي سي. وعنده حاجه تانية اسمها فوسفيت بس. دول على بعض كده الواحده اسمها النيوكليوتايد. طب نيوكليوتايد مع نيوكليوتايد مع نيوكليوتايد مع نيوكليوتايد تديك في الاخر نيوكليك اسيد اللي هو الدي ان ايه. لو دي اوكسي رايبوز دي ان ايه. طب لو هي رايبوز يبقى ار ان ايه. طب ايه الفرق بين الدي ان ايه والار ان ايه؟ فروقات كتيره جدا. ان الدي ان ايه ده شايل الجينات ذات نفسها، هو اللي شايل الجينات. انا ما ينفعش العب فيها. تخيل معايا كده عندي لوحه الموناليزا هنا، عايز ارسم لها شنب، انا لو لمستها هتحبس. اعمل ايه بقى؟ اصورها واخد الورقه دي اطبعها واشفها، اشفها. فانا همسك الدي ان ايه هشفه، اخد شريط منهم واحد او اتنين، اخد لتر ايه او لتر بي اي واحد فيهم هشفه. ولما اخد ورقه شفافه كده اشفه هيديني شريط واحد، والشريط الواحد بنقول عليه ايه؟ ار ان ايه. والار ان ايه في الاخر بقى بيساعدني ان انا اصنع حاجه اسمها بروتين. ازاي يعني الار ان ايه يديك بروتين في الاخر؟ قال لك ايه؟ البتاع ده مليان حروف. قال لك احنا ما هنعمل شفره بقى. ايه الشفره دي؟ مش انت عارف ان الار ان ايه عنده A وجي ويو وسي، وهنا عنده A وجي وتي وسي؟ ماليش دعوه بالحروف دي، عايز الحروف دي. تلاقي هنا A جي سي يو A جي سي يو A يو جي سي وهكذا. كل ثلاث حروف بيترجموا لامينو اسيد، لامينو اسيد، لامينو اسيد، لامينو اسيد معين يروح مديك في الاخر بروتين. يعني بالبلدي عايز اقول لك ان الدي ان ايه بناخد منه نسخه دي حاجه اسمها ار ان ايه، والار ان ايه ده بطريقه ما هناخدها في ثالثه ثانوي بيتحول لحاجه اسمها بروتين. عشان افهمها لك يعني، تخيل معايا كده احنا عاملين لغه بيننا وبين بعض ان الشرطه، يعني ايه بقى الشطر؟ الشرطه رقم واحد ده لتر A، رقم 2 لتر B، رقم 3 لتر C. فانا لو كتبت لك 1 2 3 فانت تفهم A B C. كتبت لك 2 1 3 B A C. فهو على حسب بقى الارقام مترتبه ازاي او الحروف مترتبه ازاي هناك. ماشي، مش عليك تفاصيل، عليك تبقى عارف ان الدي ان ايه بيتحول لار ان ايه عشان يساعدني ان اصنع بروتين في الاخر. خلاص؟ دي كانت القصه بتاعت الدي ان ايه. اخر حاجه عندك الكربوهيدرات. عايزين بس نقول حاجه مهمه، شد لي خط كده، الليبيدز عشان نمس مع بعض كده، دول مع بعض نفس الحاجه. شد لي خط هناك كده، عندك بروتين، عندك نيوكليك اسيد. لما تيجي تبص على الكربوهيدرات كان فيها حاجه اسمها CHO، كان في كربون اتوم، هيدروجين اتوم، اكسجين اتوم. الليبيدز السمبل ليبيدز CHO بس. لما دخلت بقى في كومبلكس بقى في كولين اللي فيها نيتروجين وفوسفورس، ده مش شرط بس في الاغلب بتبقى CHO. انما البروتينز بقى بيبقى فيها C وH وO، وساعات تلاقي S وN. الاس دي مش موجوده على طول، لا يعني ساعات تلاقيها، بس الN دايما موجود. الN دايما موجود، الاس مش شرط. طب اخر واحده النيوكليك اسيد بتلاقي C وH وO عشان انت عندك كده كده رايبوز، صح؟ C وH وO. وعندك حاجه اسمها نيتروجينوس بيز فيها نيتروجين، وحاجه اسمها فوسفيت فيها فوسفورس. فانت لما تيجي تقارن لي بين البروتين والدي ان ايه، مين اللي عندك فرق مع بعض فيهم؟ في الفوسفورس والاس. لقيت في فوسفورس، لقيت في البي يبقى نيوكليك اسيد سواء دي ان ايه او ار ان ايه. لقيت في اس يبقى بروتين، لقيت في اس يبقى بروتين. تعالى كده نقول لك حاجه ثانيه. الكربوهيدرات بيتكون من حاجه اسمها مونو ساكرايدز، ده الحاجه الصغيره بتاعته، اتنين مع بعض داي وبولي وهكذا. الليبيدز بيتكون من فاتي اسيد والكحول. طيب ده بيتكون من امينو اسيدز. طب النيوكليك اسيد بيتكون من نوكليوتايدز. وانا النيوكليوتايدز دي بتتكون من ثلاث حاجات، ايه هما؟ سكر، كم كربونه؟ 5 كربونات، نقول عليه بنتوز او رايبوز، او نقول عليه دي اوكسي رايبوز لو دي ان ايه. ونيتروجينوس بيز AGTC، ادينا جعانين فايمين سيتوسين. وحرف اليو ده لو ار ان ايه، حرف اليو اسمها يوراسيل، بس مش عندنا يعني، مش موجوده في الكتاب بتاع العربي. بعد كده عندك هنا PO4 ده الفوسفيت.
فوسفيت وليس فوسفورس. خلاص؟ في حاجه صعبه؟ تمام كده المعاصر هينزل لك. اشوفكم على خير يا اشطر دكاتره في الدنيا.